السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يعني اجتماعنا موجود علشان نتكلم عن جروث ماشين أو جروث او اس بيلدينج جروث ماشين. الورك شوب بتاعتنا اللي هي هتبقى على مدار يومين، ومعاها كمان التول كيتس والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها أو وعدنا بيها في الجروث او اس بشكل عام كبرودكت. طيب اهلا بيكم، برحب بيكم مره تانية. وخلينا نبدا على طول كده علشان برضو ما نضيعش وقت. النهارده يوم دسم ويوم هيكون فيه تفاصيل كتير، فمش عايز الناس تكون مهبطه مني ومش مركزه. فانا عايز الناس تكون في اعلى تركيزها. وخليني في الاول اقول ان السيشنز بتاعتنا هي يومين، بس يومين مركزين. ممكن تكون فيهم كم معلومات كبيره. ممكن ده يضايق بعض الناس، بس خليني أوعدكم وإن كانت المعلومات كتيرة فهتكون مسجلة، وكمان هتكون معمول لها ريكاب باي اي هيوصل لكم على الايميلات بتاعتكم، وهيكون موجود كمان في الاكسس اللي هنديه للناس. احنا عاملين اكسس كده لطيف، معمول فايب كودنج عليه كل التفاصيل والاكسس اللي هتاخدوها خلال او الكلام يعني اللي هنقوله بالايتمز اللي احنا وعدنا بيها بالديلز وكل الكلام ده. فده ما يخليش حد يقلق ان هو مش هيلم او مش هياخد كل حاجه احنا اتكلمنا عليها. زائد ان هو الكلام انا متاكد انه هيكون دسم على بعض الناس، فالدسامه دي محدش يقلق منها او ان هو يخاف ان هي ممكن تفوته حاجات او يكون كتير عليه في خلال الايام اللي هنتكلم فيها. طيب، خلونا كمان اقول لكم انتروداكشن على اللي هيحصل النهارده الورك شوب هيكون فيها انا ومعايا احمد زهران، وبكره ان شاء الله هكون انا برضو ومعايا احمد العشري. السيشنز هتتقسم ما بيننا علشان نقدم تجربة الجروس او اس او اوبريتنج سيستم او بيلدينج جروس ماشين، تجربة تكون متكاملة وتكون مفيدة لكل الناس. فالنهارده ان شاء الله احنا هنتقسم بيني وبين احمد زي ما قلت. احمد هيبدا ان شاء الله، وبعد كده انا هكمل بعديه. ده السيكونس اللي هنمشي بيه. قد يحدث بعض الناس تحس ان في مسطره بتحصل او في تداخل بشكل او باخر او معلومات. يعني انا في يعني لما شفت الاوتلاين ودرسناه سوا انا وزهران، فحسيت ان هو ممكن الناس تتلخبط. بس لو حد شغال هيفهم ان الموضوع ده طبيعي. فاللخبطه دي احنا هنفككها مع بعضينا، يعني محدش يستعجل ومحدش يسبقنا بخطوه. فكره ان هو طب انا مش فاهم، طب انا لا، هو الموضوع كله هيتفكك وهيتبسط بطريقه هتعجبكم ان شاء الله. جايبين كيس ستاديز كتيره محتاجين تركيز فيها. فخلونا نبدا على طول كده باذن الله. طيب، الورك شوب بتاعتنا النهارده احنا بتتكلم بشكل اساسي عن فكره بناء الجروس ماشين. وخلينا اتكلم معاكم بصراحه، الفكره ان اغلب شركات النهارده هي ما عندهاش مشكله في التسويق. يعني فكره ان الناس عندها مشكله في الماركتنج، هو ده مش حقيقي. ليه؟ لان الناس النهارده اي حد النهارده كبزنس اونر او حد عنده بزنس شغال، هو مش محتاج ميديا باير او بيرفورمانس عشان يعمل لك اعلان. النهارده بقت كل منصات الاعلانات بقت متطوره كفايه انك تعمل اعلان بنفسك من غير اي تعقيد او فرهده او حاجه. فانت بمجرد ما بتحط الكارت بتاعك، ترفع صورتين او فيديو او حاجه، الالجوريزم بتعمل الباقي وخلاص، شكرا انت عملت اوردرات. ف... فاللي عايز اقوله ان النهارده الحمله بتاعتك او الكامبين اللي انت بتعملها بتجيب مبيعات باي فلوس بتدفعها. بس وانس ان الكامبين بتاعتك خلصت بعد اسبوع ولا حاجه، ولا كانها حصلت. وده السبب اللي احنا موجودين عشانه النهارده، مش علشان اديكوا تاكتكس او نجرب حظنا في كامبين جديده او اي حاجه من الحاجات دي. لا، احنا موجودين النهارده علشان نفهم ازاي نخلي النمو نفسه او الجروث بشكل عام يشتغل كانه مكنه ونظام كبير. تقدر النظام ده بيفكر وبتقيس وبيتحسن، وكل الحاجات اللي بنتكلم عنها في الكتب او النظريات بتاعه ان انت عندك ماشين او عندك جروث.
ومن الحاجات برضو الخاطئه اللي بسمع عنها طول ما انا شغال، لما بيجيني كونسلتيشن او بيجيني حد بيشتكي من حته او بيفكر انه عايز يعمل حاجه لها علاقه بالجروث، بيفكر دايما ان الجروث ده عامل زي العربيه، اول ما بتبطأ لازم يدوس بنزين اكتر، فمثلا اعلان مش شغال فيروح يزود البادجت، السيزون واقف النهارده فيروح يعمل اوفر جديد او يعمل ديسكاونت. بس مفيش حد اكشلي بيبص عن تحت الكبوت، فكره المكنه اللي موجوده في العربيه اللي انت بتدورها وبتدوس بنزين دي، هل المكنه دي شغاله صح ولا لا؟ وده الفرق ما بين اللي بيكبر صدفه معاه فلوس فصدفه بيكبر، او حد معاه برودكت ناجح وترندي وبتاع، فمجرد ما حط فيه فلوس كبر، وما بين اللي بيكبر بنظام او بيكبر بسيستم معين، هو ده اللي بيكبره. وهي دي فكره ان الجروث انجن هي حاجه بتغذي نفسها، مش كل ما تحتاج تكبرها بتحط فيها فلوس علشان تكبر والكلام ده. طيب خليني ابدا بحاجه بس بسيطه قبل ما ادي احمد زهران المايك بتاعي. فكره في كتاب لطيف جدا، والكتاب ده انا بعتبره ان الكتاب ده من اقوى الكتب اللي بتشرح قانون من اهم قوانين الجروث والنمو، اذا كان بيزنس او في الحياه بشكل عام. الكتاب ده اسمه ذا كومباوند افكت. كومباوند افكت بتاع واحد اسمه دارين هاردي. الكتاب ده بيحكي ببساطه جدا، يعني خلينا كده يعني احكي لكم قصه من الكتاب. تخيل ان انت عندك النهارده اختيارين، ان انت تاخد مليون دولار دلوقتي حالا حالا، تاخد مليون دولار مني، او ان انت تاخد سنت واحد بس بيتضاعف لمده 30 يوم، يعني هتاخد السنت ده وهو بيتضاعف تاخده بعد 30 يوم. الكلام المنطقي اللي حد بديله الاختيار ده هيقول لي طبعا هاخد المليون دولار دلوقتي، وانا عارف العقليه دي، يعني دي عقليه السوق اللي هو فكره حاجه في ايدي دلوقتي. بس لو شفنا السنت وهو بيتضاعف يوم بعد يوم، بعد 30 يوم بيحصل فيه ايه؟ فمثلا بعد اسبوع انت بيبقى عندك 64 سنت تقريبا، بعد اسبوعين تقريبا بيتضاعفوا بيوصل ل 80 دولار، بعد 3 اسابيع بيبقى 10000 دولار، 3 اسابيع خلاص الشهر بيخلص، بس بيفضل يتضاعف لحد ما يوصل لحاجه كده اسمها التيبنج بوينت. التيبنج بوينت هشرح لكم تفصيلها يعني ايه بالظبط. التيبنج بوينت، وبعد كده مثلا تلاقي من يوم 29 السنت بقى 2 مليون دولار و6 من 10، 2 مليون 600. اليوم ال 30 بنتكلم عن 5 مليون و300 الف، اللي هي مليون دولار. فلما بنتكلم ان السنت الواحد لما بيتضاعف على مدار 30 يوم بيبقى تقريبا 5 مليون و300 الف جنيه، او 300 دولار، يعني انا اسف الجنيه غالب. طيب التيبنج بوينت هنا اللي انا عايز افهمها لكم في حته او فكره الكومباوند افكت. التيبنج بوينت هي النقطه اللي بتحصل فيها التغير او الانفجار اللي بيحصل في الحاجه. يعني مثلا هديكم مثال على مثلا غليان ميه. الميه لما بتيجي تغلي بتغلي عند درجه حراره 100، بس عشان توصل لدرجه 100 انت لغايه 80 90 ما بتحسش حاجه ان الميه بيحصل لها حاجه. بتوصل عند حته معينه، النقطه بتسمى التيبنج بوينت، اللي هي بتحصل ان انت بتشوف ان الميه بتتوتر وبعد كده الميه بتغلي. بس هل هي بتغلي مره واحده؟ لا، هو في تراكمات ان الميه بتغلي مره سنه بسنه وشويه بشويه لغايه لما توصل لتيبنج بوينت اللي بتحول بعدها غليان، ان الميه بقت غليان. وهو ده اللي انا عايز اقوله، فكره ان النجاح او الجروث عامل بالظبط زي ان هو نتيجه تراكم يوم ورا يوم، تجربه ورا تجربه، لوب ورا لوب. وده اللي هنسمع عنه النهارده لما نيجي نتكلم شويه اكتر كمان عن اللوبس، فكره الجروث، وان هو يعني ايه لوب وكل الكلام ده. طيب وده بالظبط اللي احنا هنا علشان النهارده، علشان نفهم ان الموضوع عباره عن كومباوند افكت، مش مجرد اكتيفيتي ولا تاكتيك ولا مجرد فن بنبنيها وخلاص. والهدف كمان من النهارده من التو دايز، ان احنا او هدف يعني والله ده بجد انا حتى قلته للزهران، ان احنا نغير طريقه تفكير الناس للجروث، لان احنا نبص للبيزنس مش مجرد فانل مؤقته، لا احنا بنبص له كانه جروث ماشين، جروث كامله انت بتتعلم وهي بتتحسن بتكبر يوم بيوم بشكل تراكمي. وعايزك تبص مثلا على كل تجربه، على كل عميل، كل فيدباك كانه سنت بيتضاعف كل يوم.
ممكن يبان النهارده صغير، لكن بعد فتره هيبقى ال5 مليون اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. واللي عايز اقوله برضو ان النهارده مش بدايه كورس، يعني لا ده حقيقي والله، النهارده هو بدايه نظام جديد في دماغ كل واحد بيحضر معانا. ليه؟ لان انا هدفي الناس تطلع من الورك شوب دي وهي فعلا عندها مايند سيت بتاع ان انا لا انا فاهم يعني ايه جروث، فاهم يعني ايه فانل، يعني فاهم يعني ايه لوب، فاهم يعني ايه ان دي مكنه المفروض كل حاجه تشتغل مع بعضيها عشان تشتغل. وخلينا نبدا. انا بس طولت شويه في المقدمه بتاعتي عشان كنت عايز اوضح الكتاب ده اللي انا بحبه جدا. لما نيجي نتكلم النهارده عن المكنه، انا حابب بس قبل ما نتكلم يعني خلينا كده السرد اللي انا هقوله هو محطوط بشكل منطقي علشان يفرد قدامنا شكل المكنه الكامل اللي انا عايز اوصله، او الصوره اللي انا عايز اوصلها في الاخر. طيب، الحته الاولانيه اللي انا عايز اتكلم فيها فكره ايه الفرق ما بين الجروث ماشين وما بين كماركتنج تاكتيك او ماركتنج كامبين او ماركتنج اكتيفيتي انت تعملها عندك في الشركه. لو خدنا بالنا من التو جرافس اللي قدامنا هنلاقي ان انت لما بيكون عندك شركه، احنا قلناها حتى في الكومباوند افكت، لما يكون عندك شركه بيكون عندك مثلا شويه فلوس او برودكت مساعدك شويه او بتاع، بتعمل كامبين بتحط فلوس فيها، تعمل سبايك لطيفه، بتبيع، بتشوف ان حصل عندك مبيعات او حصل عندك تراكشن واكوزيشن والدنيا تمام. وبعد كده حصل بعد الاكوزيشن الدنيا بتنام شويه، وبعد كده بتوصل لبيز لاين اللي هو انت مهما تحط في فيجوالز، مهما تحط في تحلي الكامبين بتاعتك تزود فلوس، فانت بتروح تعمل سبايك، تعمل كامبين بتعمل اكوزيشن وبعد كده بتنام منك. طيب، زي ما انتم شايفين كده الجراف ده، الجراف اللي على الشمال اللي هو انت عشان تشتغل وتجيب مبيعات او تعمل اكوزيشن، فبتحط فلوس في كامبين. اول شهر تجيب 500 واحد من الكامبين بتاعتك حسب الفلوس على سبيل المثال. تاني شهر بترجع للبيز لاين بتاع ال 50 اللي هو انت زودت فلوس، غيرت كرييتيف. الشهر الثالث نفس البيز لاين، ما بتزيدش، بيبقى نفس الكونسستنسي اللي انت ماشي بيها. فكره ان هو حطيت فلوس جبت شويه مبيعات، حطيت فلوس جبت شويه مبيعات. هل الكاك بتاعك بيتاثر؟ هل الريتنشن بتاعك بيحصل فيه حاجه؟ مفيش، كله معتمد على الكامبينز اللي انت بتشتغلها او الماركتنج اكتيفيتيز اللي انت بتعملها سام هاو على البرودكت بتاعك او جوه الشركه بتاعتك. طيب، لما نيجي نتكلم الجروس ماشين ككومباوند افكت او كلوبس احنا بنبنيها، لا الموضوع مختلف. انت لما بتيجي تشتغل اول شهر بتعمل مثلا اكتيفيتي جوه الكامبين او جوه الشركه عندك او جوه البرودكت، بتعمل مثلا اكتيفيتي بتجيب 100 واحد. ال 100 واحد بندخلهم في لوب سام هاو، احنا هنتكلم بالتفصيل ممل، محدش يقلق لو في حاجه مش واضحه. فالشهر الثاني بتعمل 150، الشهر الثالث بتعمل 250، وفي زي ما انتم شايفين كده الجراف بتاعنا بيزيد وبيعلى والمكنه بتكبر وبيحصل تكرار لعمليات الجروث. فكره ان الناس الارقام عندي بتكبر، السيستم او البيزنس بتاعي بقى هيلثي جروث بيحصل فيه، والدنيا مبسوطه وما بقاش في مشاكل في الجراف بتاعي. وهو ده فكره ان الجروث ماشين كمايند سيت هو المفروض يحققه لك. ولو حصل اي حاجه غير اللي احنا بنتكلم عليه ده كشكل جراف او كشكل حاجه، فانت كده ما عندكش جروث ماشين. وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي بأمثلة علشان تبقى الناس واضح بالنسبة لها احنا بنتكلم عن ايه. خلينا ناخد 3 قصص كده و3 قصص من فوق، وبعد كده ننزل في قصة منهم قصة سلاك علشان نتكلم على هو ازاي حصل او ازاي بنى الجروس ماشين بتاعه. لو بصينا على قصة سلاك هتلاقي سلاك أول ما بدأ على ما أتذكر كان بدأ سنة 2009 تقريبا أو 2008. كانوا عاملين كان أصلا سلاك كانت شات تول معمولة جوه لعبة اسمها جليتش تقريبا، كان صاحبها اسمه ستيوارت. بعد ما عمل الشات جوه اللعبة عشان التيم كله من جوه يبقى فيه لوج ويبقى فيه فايلز ويبقى فيه حاجات بيكومينيكيت بيها مع بعض. وبعد كده اللعبه بعد كده قفلت في 2012 تقريبا او 2009، مش فاكر التواريخ، بس اللي انا افتكره انه 2012 حصل نقله ان ستيوارت قرر ان سلاك يبقى الشات تول للتيمز، اللي هو عشان هو شايف ان ده بين
وحاجه موجوده عند كل الشركات ان هي تعرف تكوميونيكيت سوا. حتى كلمه سلاك هي اختصارا ل searchable log of all communication and knowledge. يعني هي اختصار ان هو المكان اللي بيتحط فيه تقدر تدور فيه على اللوج اللي موجود بينك وبين التيم، الشات اللي بينك وبين التيم بتاعك او بين الشركه بتاعتك، وفي كل الكوميونيكيشن اللي بينكم عشان تتكلموا بعض بسهوله، وفي كل النولج اللي انت محتاجها عن الشركه لو انت عايز تاخد قرار بسرعه او حاجه معينه، بدل ما يبقى اس ام اس او يبقى مثلا تشات تول، لا هي مجرد لوج كامل للشركه تقدر تكوميونيكيت بيه. فهو الراجل لما بدا ان هو التشات تول مفيش فايرال لوب خالص جوه الشركه، فقرر ان هو يبني الورد اوف ماوث لوب، اللي هي فكره ان الناس اللي جوه بتستخدم التول دي بتنفايت التيم ميتس بتاعتهم، فالناس بتخش مور يوزر فيحصل كومباوندنج. وهنتكلم حالا عن السلاك بشكل اعمق من كده، بس انا بديكم 3 امثله ل3 جروس ماشينز شغالين وازاي ارقامهم عامله ازاي. فنلاقي ان سلاك لما عمل اللوب او عمل الجروس ماشين وبناها على فكره الريفيرال سيستم، ان الناس جوه علشان تكوميونيكيت، فمنطقي ان هو ينفايت التيم ميت، فعمل الكومباوند بتاعه او الكومباوند جروس بتاعه. فالنتيجه بتاعته ايه؟ ان هو في 2012 لما طلع، 2013 كان لسه زيرو، 2019 بقى عنده 140 مليون دولار ريفينيو، في 2024 وصل لمليار دولار ريفينيو. وده الفكره ان هو هنا بنى ماشين مش مجرد ماركتنج، يعني هو ما عملش اعلانات عشان يجيب يوزر، هو شغال اعلانات، يعني وان اوف استراتيجي اعلانات، بس هو جوه المكنه شغاله بنظام الماشين المكنه، بحيث ان هي تكبر بشكل متزايد من غير ما يقف. لو هو وقف كامبينز فهي لا يقف، لا هي طول ما هي شغاله هي بتكبر لوحدها بشكل اوتوماتيك. تاني مثال عندنا مثلا اير بي ام بي. فاير بي ام بي برضو كان له قصه، ان هو كانوا 2 في سان فرانسيسكو، 2 طلبه كانوا شغالين في مكان، بعد كده الشقه بتاعتهم مش عارفين يدفعوا الايجار بتاعها، فقرروا ان هم يعملوا زي بيج كده او ويب سايت صغير، حتى ساعتها كان اسمه اير بيد اند بريكفاست يعني. وبعد كده لما دخلوا في 2012 او 2010، انا مش فاكر التاريخ بالظبط، دخلوا واي كمبيوتر زي انكيبيشن كده هناك في الستيتس، وخدوا ساعتها فند وعملوا كام حاجه كده، فبقوا اسمهم اير بي ام بي لما اختصروا اسم. بس اير بي ام بي كان اير بيد اند بريكفاست، وكان فكرته ببساطه ان هو حد يساعدهم في دفع الايجار، فيأجروا زي الكنبه او يأجروا سرير او اوضه عندهم علشان الناس تيجي. فالبزنس كان بالنسبه لهم في الاول اللي بيجي مره ما بيجيش مره ثانيه، ما فيش جروس واضح. طب عملوا ايه؟ بنوا له ظريفه خفيفه كده، قال لك ان انت هتستي عندي، وبعد كده هتريفير لفريند، بعد ما بتمشي هتاخد 25 دولار كريدت على الستاي الجاي. ايه اللي حصل؟ الجروس بتاعهم زاد 50% مانث اوفر مانث بعد ما عمل حته الريفيرال. النهارده احنا بنتكلم عن اكبر ماركت بليس في حته الستاي او حته البوكينج بقى اونلاين، وان انت تلاقي مكان تقعد فيه والكلام ده. طيب، والفكره هنا هم عملوا ايه؟ عملوا لوب بسيطه جدا في حته الريفيرال عشان يزود حته الجروس عنده ويقلل حته الكاك. فده غير كل اللعبه بتاعه الاكسلريتنج البيزنس، او ان هو يكبر البيزنس بتاعه. ودي حرفيا اللي قال عليها من شويه زهران وهو بيتكلم عن جرو اكس، في فكره ان هو الموضوع بالنسبه له مش اوكي. طيب، آم، وانا سمعت ده الصوت في وداني، فخفت لا يكون في الميتنج وقف ولا حاجه. آم، لو الميتنج شغال تمام ومفيش اي مشاكل ممكن تمام يا استعمل. محمود، تمام مفيش حاجة. طب سمعت صوت في وداني فمش عارف، افتكرت حاجه وقفت في الميتنج. طيب، وده اللي زهران اتكلم عليها من شويه، فكره ان الريفيرال هو مش مجرد اكتيفيتي او مجرد حاجه اكشن احنا بنعمله خلاص، لا ده الريفيرال ممكن يكون جزء كبير ومهم جدا في الجروس ماشين اللي انت بتبنيها.
وده ياخدنا برضو للحته الثالثه او ثالث جروس ماشين عايزين نتكلم عليها او سامبل ليها، زي ديولينجو. ديولينجو اول ما بدأ كان عندهم مشاكل، فكره ان الكاك بتاعهم كان عالي جدا، وان اليوزرز بتاعهم بيتشرن، يعني دايما اللي بيخش مره ما بيجيش مره ثانيه. فعملوا ايه؟ بصوا كده على الهابت وعلى اليوزر سيجمنتس بتاعتهم شكلها عامل ازاي، فقالوا خلاص احنا هنبني حاجه اسمها ديلي هابت زائد نوتيفيكيشن سيستم زائد الريفيرال، فبنوا الهابت اللي عندهم. وهنحكي برضو على تفصيل هو ديلانجا عمل ايه بعد شويه في فكره الهابتس او بيلدينج الهابت، او ان هو يعمل الهوك موديل زي ما بيقولوا، وده هنتكلم عنه برضو بالتفصيل. فهو الراجل عمل هابت لوب، عمل بيها ريتنشن كويس، اللي هي الاستريكات والكلام ده، وبعد كده بقى فايرال الناس كلها بقى بتتكلم عليه. الريزلت بتاعته ان هو عمل 40% زياده يير اوفر يير، الكاك بتاعه قل بنسبه 60%، والديلي اكتف يوزرز عنده زاد لنسبه 70%، which is ان ده اعلى من الاندستري بتاع او المجال اللي هم شغالين فيه. وده اللي انا عايز اقوله، فكره ان كل الامثله اللي انا اديتها دلوقتي هم الناس كبرت وعندهم ماشينز، مش بمجرد اعلانات او كامبينز هم اشتغلوها، لا ده الناس دي لما اشتغلت بماشين، شافت الماشين بتاعتهم هي ايه الانبوتس والاوتبوتس، هنتكلم عنها برضه تفصيل دلوقتي، فقرروا ان هي دي الماشين هتشتغل كده وهتكبر كده، وهنعرف كل ده بالتفصيل. انا بس كل شويه ممكن اكون حاسس ان انا بنط نطه، بس النطه دي مهمه عشان تشوف الصوره الكامله، فلما نرجع تاني بالتفصيل فانت فاهم ان الاند بوينت بتاعتنا كانت عامله ازاي. طيب، وده المعادله، زي لما نيجي نتكلم عن معادله الجراف، فالجراف بالنسبه لنا هو زي ما قلت في حته الكومباوند، لو انتم فاكرين قبل ما زهران يتكلم، قلت ان الموضوع مش مجرد كامبين او مجرد عربيه بدوس بنزين علشان تسرع العربيه وهي ماشيه، لا، هو الموضوع عباره عن ايكويجن. الايكويجن بتاعتنا هي ايه؟ ان انت ايه اللي انت هتاخده النهارده من الناس، اللي هي فكره الاكوزيشن، والناس دي هتجيب مين بكره، وبعد كده هتضربهم في كمان الناس دي هتجيب لك ايه على مستوى اللايف تايم بتاعتهم. فالجروس بتاعنا عباره عن اكوزيشن في ريتنشن في ريفيرال، هم الثلاثه مع بعض. فما ينفعش اقول ان انا عندي جروث ان انا عملت اكوزيشن كتير، او انا التوب فانل بتاعي شغال وبجيب ناس بكاك كويس، وان انا باكواير كل ما انا شغال وبعمل اعلانات الدنيا شغاله. هو ده مش جروث، هو ده اكوزيشن كويس. بس هل الناس دي بترشحك لحد تاني؟ هل الناس دي بتيجي مره تانيه؟ هو ده السؤال المهم اللي يخليك تقول انا عندي جروث ماشين بتكبر لوحدها، او ان انا عندي اكتيفيتي لما بعملها بشتغل، ولما ما بعملهاش الشركه ممكن تقفل او الجروث ماشين تعطل. وده حرفيا لو احنا قلنا نماب اوت الفكره اللي انا بقولها دلوقتي، ان انت في اول يوم انت يوزر بيجوين بيجيت الفاليو، في اليوم الثالث بيكم باك، في اليوم السابع، في اليوم ال 30 خلاص حس بالفاليو فبيريفير فريندز، او انت بتموتيفيته بشكل او باخر عشان يريفير فريندز. اليوم ال 60 بتاعه بيجيب اثنين كمان غيره، فكده الكاك بتاعك قل والال تي في بتاعك زاد. الكومباوندنج بقى ان هو تريبيت العمليه دي كل شويه. لو احنا شفنا الكلام ده بالارقام، لو انت اول شهر اشتغلت على فكره الماشين دي، فاول شهر ممكن تجيب 100 واحد بالاعلانات بتاعتك. لو انت حافظت على الماشين شغاله بالميكانيزم اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، فهتلاقي ان الشهر الثاني ممكن تزيد ب 30% من الريفيرال، فيبقى عندك 130 يوزر. الشهر الثالث فانت زادت 30% كمان، بقى عندك 169 يوزر. الشهر الرابع 30% بقى عندك 220 يوزر. اللي انا بتكلم عليه ده احنا في 3 شهور احنا زدنا تقريبا 2.2 اكس جروس ريت، في حين من الريفيرال بس، في حين انت ما دفعتش مليم زياده على ان انت تجيب عميل زياده او تدفع فلوس في الاكوزيشن. انتوا متخيلين الفكره؟ انا بس عايز اطلع بره مايند سيت ان الجروث هو اعلان او ان الجروث هو كامبين. هو الجروث ممكن يكون هي الماشين نفسها لو اتظبطت واتعمل لها اوبتمايزيشن بشكل او باخر، هو ده الجروث الحقيقي، او هو ده اللي احنا عايزين نحققه في الماشين او عندنا جوه الشركه. طيب، لما نيجي دلوقتي نتكلم عن الجروث، يبقى الجروث بتاعنا هو
فيها 4 حاجات مهمه جدا. ان الجروث بتاعنا يعني من اللي انا قلته دلوقتي ان هو بريدكتبل، هو متوقع جدا. مفيش حاجه اسمها انا عملت جروث وده كان بالنسبه لي سبايك حصل ومش هعرف اعمله تاني. فلا، هو متوقع جدا. يعني انت لما تعمل اكتيفيتي جوه الماشين بتاعتك فانت عارف ان الماشين دي هتجيب لك كام في وقت قد ايه. هو ده لازم يكون ان هو متوقع. لو كان غير متوقع فهو ترند هيخلص، فهو مش ماشين بتكبر كل شويه. الجروس بتاعنا ريبيتبل، انت ما دام عملتها مره تقدر تعملها مره ثانيه. هي عباره عن اكتيفيتيز وعباره عن حاجات انت بتعملها طول الوقت وتعرف تكررها مره ثانيه، نقدر نقول على ده جروث. انما لو ما عرفتش تكررها فهي برضه نرجع تاني لفكره ان هي اكتيفيتي او ان هي ترند او هي حاجه سبايك ساعدتك في ظروف معينه ساعدتك ان انت تكبر. انما ما دام غير قابله، انما لو هي قابله للتكرار فهي نعتبرها ان هي لا، انت كده عندك ماشين او عندك جروث ماشين كامل. طيب، طبعا ان الجروث ماشين هي بتجيتس بيتر اوفر تايم، لان انت عندك برودكت ماركت فيت، عندك برودكت شغال كويس، عندك ماشين من ليها انبوت وليها اوتبوت وهي شغاله بالبيلرز اللي هنتكلم عنها كمان شويه. فهي بتفضل على طول بتبقى افضل وبتبقى احسن، لان انت بتخش ماركتس جديده، بتوسع السيجمنتس بتاعتك، ساتوريت السيجمنت اللي انت شغال فيها. فهي مفروض طبيعي لو انت عندك جروث ماشين وقايل ان انت عندك جروث ماشين فلازم هي بتكون احسن مع الوقت. طيب، واخر حاجه ورابع حاجه ودي حاجه مهمه، ان هي طبعا اي حاجه بتطلع من الماشين دي لازم تتقاس. ليه؟ لان ما فيش ماشين بتكبر غير لما الحاجات الاوتبوت بتاعتها تكون بتتقاس ونقدر ناخد منها فيدباك علشان نقدر نحسن الماشين من اول الانبوت مره ثانيه. وده اللي يعني اللي انا قلته دلوقتي ده يطلع لنا شكل الماشين المثالي، اللي هو فكره انت عندك انبوتس اللي هي لو انت عندك يوزر او عندك كاستمر داخل للماشين دي، عندك انجن اللي هم الفور بيلرز اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي ونشرحهم، وعندك اوتبوت اللي هو الجروس اللي هو الريكيرنج ريفينيو او الجروس او الفلوس اللي بتحصل، وعندك فيدباك بيحصل لان انت بتطلع داتا من الارقام اللي هي الستيجز اللي اتكلمنا عليها من شويه، بتذاكر الارقام دي بتحسنها بتكررها مره ثانيه. فهي دي فكره ان الجروس بتاعك عباره عن لوب، عباره عن مكنه شغاله، مش مجرد اكتيفيتي اتعملت وخلصت. لا، انا بتكلم عن مكنه حرفيا. المكنه ليها انبوتس ليها اوتبوت، والمكنه بتتحسن، المكنه بتجري، المكنه بتسرع، مش مجرد اكتيفيتي بتحصل وخلاص. ده اللي انا كنت عايز اوصله من فكره الامثله اللي انا اديتها دلوقتي. طب ايه الفور بيلرز او البلوك اللي انا حطيته في النص كده بنقول عليه الانجن بتاعنا متكون من 4 حاجات. متكون من اكوزيشن، فاكتيفيشن، فريتنشن، فمونتايزيشن. طيب، الاكوزيشن ببساطه شديده هي فكره ان انت ازاي هتاتراكت الناس، ازاي هتجيب الناس عندك، ازاي الناس تعرف ان انت موجود، ازاي بقيت انت على الرادار بتاع الناس. فدي الاكوزيشن باختصار شديد. طيب، تاني خطوه او تاني بيلر موجود عندي في الماشين هي الاكتيفيشن. طيب، انت خلاص جبت الراجل ده، ازاي هتهوك الراجل ده؟ زي ما بيقولوا عليها في الجروث فكره الاها مومنت. فكره ان هو الاها مومنت حتى تتقال، هي اتقالت علشان اللحظه اللي انت لما بتكتشف فيها ان انت فهمت حاجه، اللي هو فكره انت شفت حاجه. تمام. فالاها دي معناها ان انت خلاص فهمت الفاليو اللي انت هتاخدها من البرودكت ده. فالاها مومنت هنا هي الاكتيفيشن الراجل. ودي هنترجمها بالارقام، يعني مش مجرد احساس ان هو اها مومنت، هي اتقالت احساس علشان نتاكد ان هي دي فعلا لما دي حصلت فهو الاكتيفيشن حصل. بس هي بالارقام وبالاحصائيات لازم يبقى ليها رقم وتتقاس بطريقه كويسه. طيب، الريتنشن 3، ازاي تخلي الناس دي تجي لك مره ثانيه، اللي هي فكره بناء العاده. ان الراجل ده يحس ان هو من غيرك هو ناقصه حاجه، الراجل يحس ان انت لازم تبقى في حياته علشان بتكمل له حاجه معينه. فدي الريتنشن. واخر حاجه مونetization، ازاي هتعمل فلوس من الناس دي وانت مش مدخل الناس دي ببلاش. مع ان المونetization ممكن يكون حاجه تانية زي ما هنعرف دلوقتي. بس هي الفكره ان الاربعه بيلرز دول لازم يكونوا في المكنه بتاعتك بعد الانبوت. فكره ان انت عندك ان انت تاتراكت الناس، تهوك الناس، تجيب الناس مره تانية، تحافظ عليهم يجيوا لك كل شويه. مونetization ان انت تكسب من الناس دي. طيب، زي ما قلت ان المكنه مش عباره عن بيلر واحد، انا مش اكواير طول حياتي.
انا مش هعمل كامبينز وادخل ناس وخلاص، لا هي عباره عن عربيه. هل تتخيل ان عربيه تمشي بعجله واحده؟ هي دي بالظبط فكره المكنه بتاعت الجروث، ان هي مش شغاله بالاول بيلر واحد بس اللي هو الاكوزيشن او الاكتيفيشن، او ان انا قايم على الريفيرال وبس. لا، هي مكنه كامله، مكنه متكامله بمشيها على 4 عجلات. فانت ما تتخيل كده العربيه ماشيه بعجله واحده او بعجلتين، اكيد فيها نقص او اكيد فيها تشوه بشكل او باخر. فهو ده اللي انا عايز اوصله ليكم، ان هي الجروث مش محطوط في حته او محطوط في ركن ان انا لازم اكواير اكبر عدد من الناس، ان انا احسن الارقام، اقلل الكاك، ازود ال تي في وبس. لا، هي مكنه. هي المفروض ان انا المكنه دي انا برضو يعني زي ما قلت في اول سيشن، انا هدفي النهارده اطلع بمايند سيت واحده، ان انا مش مجرد ان انا ازود فلوس فالمبيعات تزيد. لا، انا المكنه هدفها ان انا طول ما انا باصص عليها كده هي شغاله، وانا بس بإتريت واوبتمايز شويه حاجات فيها علشان هي المكنه تكبر. انما اليوزر هو اللي بيكبرها لي، مش مجرد ان انا بعمل اكتيفيتي او بضطر ان انا اروح اعمل اكتيفيتي. وده ياخدنا للكومن مسكونسبشنز، المشاكل او الغلطات او الاخطاء اللي الناس بتفكر فيها. عندنا الرونج والرايت ابروتش علشان نفهم الفرق ما بينهم. فيقول لك ان انت علشان تحل مشاكل الجروث، ده من ضمن الحاجات اللي بتقال، فانت تزود اعلانات او تحط اعلانات كتيره. بس الحقيقي لا، هو انت علشان تحافظ على او تحل مشاكل الجروث بتاعك لازم تفكس الريتنشن فيرست. يعني انت لو دخلت حد وعندك مشكله ان الحد ده ما جاش تاني، مش الحل ان انت تروح تجيب حد جديد، لا، ان انت تفكس الريتنشن، تشوف الراجل ده ما جاش تاني ليه، طب الراجل ده تشيرن منك ليه؟ لان ده الاهم في حته. لو انت بتبني جروث وعايز تكمل البيلرز، فالاهم حاجه ان انت بعد ما دخلت عامل زي ايه. خليني احكي لكم كده حاجه لطيفه جدا اغلبنا مر بيها. فكره ايه؟ انت النهارده بتشطب حمام بتاع بيتكم، فانت جبت شركه سباكه. شركه السباكه دي او جبت سباك عمل ايه؟ ركب المواسير بتاعتك كامله. طيب بعد ما ركب المواسير، هو الراجل ما بيديكش الضمان غير لما بيجيب الشركه اللي هي صاحبه المواسير عشان يعمل كبس للمواسير، فيتاكد ان ما فيش خرام في المواسير دي، او هي بتنفذ بشكل او باخر، او في حاجه بايظه، حاجه في المواسير. هي دي اللحظه اللي انا بقول لك عليها، مش الحل ان هو لو عندي تنقيط فلا نقفل المحبس شويه او نفتح فتح المحبس. لا، احنا نصلح الحته اللي بتتنقط. هي دي حرفيا بالظبط. لو انا جايب مثال صحيح يعني، وانا اسف جدا ان انا جبته على السباكه، بس هو ده المثال الصحيح. ان انت محتاج عشان تحل مشكله الجروث بتاعك ان انت تسد كل الاخرام او تسد كل المشاكل اللي عندك جوه الجروث بتاعتك. طيب، من ضمن برضو المسكونسبشنز فكره ان انا علشان هشتغل جروث وعندي جروث ماشين فانا هشتغل على 10 بلاتفورمز. لا طبعا. الحل او الحل المثالي او الحاجه اللطيفه اللي انت ممكن تعملها ان انت تختار تو شانلز بس، تماستر التو شانل وبعد كده اكسباند زي ما انت عايز. وبرضو دي حاجه من ضمن الحاجات، فكره ان الناس بتتخيل ان انا كجروث لازم اشتغل على كل الشانلز، لازم اكون موجوده. ده مسكونسبشن. فعلا فعلا حاجه من ضمن الحاجات اللي بتهدر فلوس ووقت ومجهود وحاجات كتير قوي. انت مش محتاج تعمل كل ده، انت محتاج تلعب السهله يعني زي ما بيقول. طيب، برضو من ضمن المشاكل او من ضمن المسكونسبشنز اللي الناس بتفكر فيها فكره ليتس مونتايز اون داي 1، ان النهارده نزلنا برودكت يلا بينا نكسب النهارده. وزي ما هنشوف في كيس تانية بتاع، هنرجع تاني لسلاك، لان سلاك انا مشرح الماشين بتاعتهم كويس. لا لو فكره ان انت تمونتايز من داي 1، انت كده بتخسر التراست بتاع الناس. زي دلوقتي اغلب الاي اي، في اي اي تولز كتيره قوي، وزي في حاجات مبنيه على الاي اي دلوقتي، لما تخش تستخدمها يقول لك ايه؟ لو سمحت ادفع دلوقتي. طب ما في حاجات تانية بيديك كريدت مثلا تستخدمها ببلاش علشان تدوق تترست وتدوق الفاليو، فتقدر تمونتايز منه. الراجل يابجريد لما حس بالفاليو. فانت لو عملت مونتايزيشن في داي 1 فانت بتخسر التراست، وان هو ما بيحسش بالفاليو، فبعد كده مش هيقدر يكمل معاك. طيب،
المسكونسبشن الرابع بتاعنا الا وهو ان الجروث هو ماركتنج. هو ده مش حقيقي. زي ما قلت من شويه، الجروث بتاعنا مش مجرد كامبين، لا، الجروث بتاعنا هو مكنه كامله او ماشين كامله انت بتبنيها وبتبيلد اب عليها. طيب، فاحنا بنقول ان الجروث هو عباره عن سيستم واليوزر برينج مور يوزرز، ان الناس بتدخل ناس بشكل او باخر. طيب، واخر حاجه في المسكونسبشنز ان انت تجرب كل حاجه مره واحده. طيب الحل بتاعها او الحاجه المثاليه او المسكونسبشن ده حله ايه؟ انت بتشتغل بحاجه اسمها كده، في برنسبل كده اسمه باريتو برنسبل، اللي هو فكره 80 20. ان انت لو انت بصيت على المكنه وعملت ماب اوت للماشين بتاعتك من اول الانبوت لغايه الاوتبوت، هتفهم ان انت ساعات ممكن تبذل 20% من المجهود انت بتعمله وتعمل 80% من الاوتبوت اللي انت عايزه تعمله في البيزنس بتاعك. مش محتاج تحزق، مش محتاج تفرهد، مش محتاج تعمل كل الكلام ده. انت لو بصيت بصه كويسه على البرودكت بتاعك وفهمت الانبوت والاوتبوت، فانت مش محتاج تعمل 80 20، مش محتاج تعمل غير ال 80 20. ان انت تشوف ال 20% مجهود اللي انت بتحرق فيهم بنزين وتخليه يركز على ال 80% الكيكه الكبيره بتاعت البيزنس اللي تجيب لك كل ده، مش ان انت تجرب كل حاجه مره واحده. فدي اهم مسكونسبشنز لو احنا بنتكلم عن جروس ماشين. مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا او نتفاداها، فكره ان احنا مش مجرد كامبينز، مش من مونتايز من يوم واحد والكلام ده كله. طيب، خليني هنا اقول بس النقطه ان هو فكره لو انا بتكلم بسرعه فاعذروني، لان انا لو اتكلمت ببطء فممكن اتلخبط، فانا معلش هتكلم بسرعه. السيشن مسجله، فهتقدروا تبطئوها وترجعوا لها اكتر من مره. فده يعني كل حاجه انا يعني ما تقلقوش منها، كل حاجه بتتقال هتلاقوها تاني مسجله، فمحدش محدش يتضايق من طريقتي في الكلام، لان هي دي طريقتي في الشرح، علشان اقدر اوصل المعلومه بسرعه عشان ما تبقاش مختزل. طيب، ده ياخدنا لنقطه مهمه جدا في الجروس ماشين، الا وهو النورث ستار. كتير مننا بيسمع عن فكره النورث ستار بتاع البيزنس. النورث ستار بتاع لو انت هتشتغل جروس لازم يبقى فيه نورث ستار للبيزنس بتاعك، وده كلام صح. ونورث ستار تاريخيا، لو حد عايز يعرف اصل الكلمه، اللي هي نجم القطب الشمالي. لو حد في الصحراء عنده مثلا تايه ولا حاجه، هو اول حاجه بيبص لها لو هو متعلم اتجاهات وبتاع، بيبص للنجمه بتاع نجم القطب الشمالي، فيعرف الشمال من الجنوب، من الشرق من الغرب، فيبتدي يتحرك ناحيته. النورث ستار حرفيا هو مقتبس من الحته دي، فكره ان انا لازم يكون في بوصله جوه الشركه، اللي هو انا مش هبدا الرحله بتاعتي من غير ما انا اكون عارف النورث ستار. لان انت طبيعي لو انت في الصحراء ومش عارف الشمال من الجنوب، فانت هتمشي في اي مكان فانت هتتوه. انما لو انت عارف الشمال من الجنوب، فانت من اول خطوتك في الرحله بتاعتك هتعرف انت ماشي صح ولا غلط. وهو ده اللي مفروض يكون قدام كل الشركه، يبقى قدام كل التيمز وكل البيزنسز انا عندي نورث ستار واضح انا بجري وراه. لو النورث ستار ده مفقود او النورث ستار ده الناس مش متفقه عليه، فهيبقى في مشكله كبيره جدا في الجروس ماشين. حتى لو انت عندك السوبر هيروز، ودي اعتقد اغلبنا او كلنا والله يا عم من الناس اللي اتلسعت منها، ببقى شغال في مكان في الحته بتاعت الجروث، والاقي ان البيزنس اونر او البورد بتاع الشركه مش عارف النورث ستار بتاع الشركه، او هم مختلفين عليه، او النورث ستار هم عارفينه بس مش واصل لكل الناس. فتلاقي ان الاكتيفيتيز مشتته ومحدش الايند مع التاني، فتلاقي ان كل تيم في حته عايز يحقق الكي بي ايز بتاعته، اللي هي بيتقال عليها فانيتي ماتريك. فالفانيتي ماتريكس دي، او عشان برضه اوضح مصطلح ممكن ما يكونش حد عارفه، فانيتي ماتريك عامل زي بروكسي ماتريك. فكره ان انا الماتريكس اللحظيه اللي انا بجري وراها علشان تحقق لي انتصار لحظي، زي مثلا انا مثلا في البرفورمانس، الناس اللي بتحب مثلا الانجيجمنت ريت، انا انجيجمنت ريت يعني ناس بتسال كتير، يعني ناس عاجبها، بس هو في الاخر ما تترجمش عندي الريفينيو، فده اسمه بروكسي ماتريك او فانيتي ماتريك. فهو مترك في النص ما يهمش البيزنس كتير قوي، بس هو في الاخر هو يبسط على مستوى الديبارتمنت او يبسط على مستوى الرول اللي شغال عليه.
فالفكره ان النورث ستار لازم يكون الايند ولازم يكون ابلايد على كل الناس اللي شغاله، مش مجرد حد واحد او مش مجرد واحد بس من الشركه او الشركه نفسها ما عندهاش نورث ستار. فده مهم جدا قبل ما نتكلم. طيب عشان اهميه النورث ستار فاحنا لازم نتكلم عن النورث ستار شويه ونعرف ازاي الشركات بتحدده، وبعد كده نعرف ازاي احنا نحدده بشكل او باخر. طيب لما نيجي نتكلم عن النورث ستار فبيقول لك ان النورث ستار ده هو المترك، ان لو اتحقق او كل ما بيطلع وبيبقى كويس البيزنس بتاعك بيكسب. اول ما المترك ده يحصل فيه مشاكل فانت كل اللي تحتيه ايفن حتى لو عندك بروكسي مترك او فانيتي مترك هو وحش. ليه؟ لان هو في الاخر مش بيحقق النورث ستار اللي الشركه بتجري وراه. طيب برضو في حته كده مش هقول عليها مسكونسبشن بس هنقول فيها عركه، اللي هي فكره ان النورث ستار مش ريفينيو ومش فانيتي مترك، وفكره مش ريفينيو دي فيها عركات كبيره جدا. يعني انا من ضمن الناس لغايه اللحظه اللي قبل ما ادخل فيها السيشن انا فضلت ادور شويه على نورث ستار وفضلت ادور عليها في اكتر من مكان وسيرش كمان اكتر على فكره طب هو ينفع احطه سيلز او احطه ريفينيو ولا ما ينفعش، وهنتكلم عن ده بالتفصيل دلوقتي. فانا مش هقول قتلتها بحثا بس هي لسه لغايه اللحظه اللي بتكلم عليها دي فيها. وهقول لكم المبرر بتاعي. يعني انا دلوقتي حالا هشرح لكم النورث ستار شكله عامل ازاي ومفروض يبقى عامل ازاي، وهقول المبرر بتاعي، وبعد كده اي حد عايز يعاركني لان هي هتبقى فيها اختلاف. طيب لما يجي نتكلم عن امثله لفكره النورث ستار، فمثلا تعالى ناخد شركه زي سلاك. فهتلاقي النورث ستار بتاع سلاك هي الديلي اكتيف يوزر. كل ما كان الديلي اكتيف يوزرز عندي على الابلكيشن بتاع سلاك كويس وكبير وما بيقلش فانا عندي كده تمام النورث ستار بتاعي بيتحقق. وهنعرف ليه دلوقتي حالا. طيب اير بي ام بي النورث ستار بتاعه نايتس بوكد، عدد الليالي اللي بيتم حجزها يوميا. طيب ده مهم جدا للريفينيو بتاعي والانجيجمنت. طيب نتفليكس عدد ساعات مشاهده. مش يعني خلي بالكم انا برضو عايز اركز على حاجه، هي كل اللي انا قلته ده نورث ستار ما فيهوش فلوس، يعني ما فيهوش ريفينيو ما فيهوش سيلز، وهبرر ده دلوقتي. ولو عايزين تراجعوا اللي انا قلته ده ممكن تراجعوه اونلاين وتشوفوا الشركات بتحط نص ستار ازاي. لو رحت مثلا ديولينجو هتلاقي ديولينجو مثلا ديلي اكتيف يوزر برضه. لو رحت مثلا سبوتيفاي هتلاقي عدد الساعات او مانثلي اكتيف يوزر ليسننج، عدد الناس اللي بتسمع طول الشهر. طيب خدنا، انا بس عايز احط تريجر كده في دماغنا واحنا بنتكلم علشان تعرفوا النورث ستار ان الشركات بتحدده ازاي او ان الشركات بتحطه ازاي. طيب تعال نقول الاكسرسايز ده. انا الاكسرسايز ده حاطط عليه مثال بس هو هيبقى معاكم ان شاء الله في برزنتيشن عشان لو كل واحد فيكم عايز ينفذه عنده. في 5 حاجات او 5 فيلدز لازم نملاهم علشان نحط النورث ستار بتاعنا بشكل كويس. وانصح اي حد بزنس اونر او حد شغال في شركه ياخد الاكسرسايز ده ويروح يقعد مع البيزنس اونرز او يقعد مع البورد او يقعد مع المانجر بتاعه ويكتبوها مع بعضهم، لان فعلا هتبقى مفيده جدا على مستوى البيزنس ان الناس تفهم. وهقول لكم ليه. يعني انا حاطط مثال عليا وهتشوفوه بعد السلايد دي علشان افهمكم هو ليه مهم قد ايه ان احنا نحدده. طيب لو احنا اتكلمنا عن ال5 حاجات او 5 فيلد اللي اتحطوا كنورث ستار، احنا عندنا اول حاجه ان البيزنس بتاعك ايه المشكله اللي البيزنس بتاعك بيحلها. فدي حاجه، ده سؤال رقم 1. انت بتحل مشكله ايه في البيزنس بتاعك او البيزنس بتاعك موجود يحل مشكله ايه. طيب السؤال الثاني هو الكاستمر بتاعك هو مين اللي بيستراجل مع المشكله دي. يعني انت لو انت بتحل مشكله هو مين اللي بيستراجل اصلا مع المشكله دي فتحط الكاستمر بتاعك. طيب طب هو البين بوينت بتاعته ايه، هو مشكلته ايه تحديدا هو بيستراجل في مشكله ايه المشكله تحديدا. طيب السكسس لوك لايك ايه اللي انت عملته او وات داز بيتر لوك لايك، فكره طب ايه اللي انت عملته يحل المشكله اللي هو بحاسس بين فيها. وبعد كده تحط النورث ستار اللي انت بيبروف السكسس ده. لو انت السكسس ده هو ده اللي انت عايز تحله او دي المشكله اللي انت عايز تحلها، طب نقيسها ازاي. طيب ده باختصار شديد النورث ستار.
تعالى ندي مثال في ريد تو ليد. انا عندي مثلا ريد تو ليد ببساطه شديده، احنا بالمناسبه انا ريد تو ليد مثلا على مدار 3 سنين انا غيرت مش هقول البيزنس موديل، بس غيرت اكتر من مره شكل البيزنس بتاعي. ليه؟ علشان كنت عايز ابقى البيزنس بتاعي في كل العوامل اللي تخليها ماشين تكبر لوحدها، مش مضطر ان انا كل شويه اعمل فكره الكامبينز كل شويه، ان انا اروح احرق حاجات او ان انا اعمل اكتيفيتيز بشكل دايم. لا، انا عايزها ماشين كامله، وهوريكم دلوقتي ازاي ده بنعمله في ريد تو ليد. طيب، ريد تو ليد احنا بنعمل ايه؟ احنا هدفنا بسيطه، ان الناس، انا شايف ان الناس بتبقى عايزه تتعلم، عايزه تبقى بتفكر بشكل اذكى، بس ما عندهمش مشكله، عندهم مشكله ان هم يقروا، ما عندهمش الوقت المناسب. بيقرا الكتاب بس مش عارف ياخد الكتاب ده فري الاكشن. فاحنا المفروض في ريد تو ليد ان احنا بنترانسفورم الكتب بتاعتنا. احنا حتى السلوجان بتاعتنا جوه الشركه enhancing reading experience، بنحسن تجربه القراءه. فاحنا بنحول الكتب لفيزيكال ليرنينج كيت وديجيتال تولز علشان تحسن تجربه القراءه وتخليها فيجوال، والناس تابلاي ده على الشغل بتاعها وعلى حياتها. وحرفيا يعني لو حد متابع ريد تو ليد مؤخرا هتلاقي احنا عندنا حاجه اسمها ليد كيتس. فانا عندنا مثلا 5 كيتس، في حاجه في البرودكتيفيتي، حاجه في الستارت ابس، حاجه والستارت ابس حاطين فيها حاجات لها علاقه بالستارت اب جورنال. يعني اللي هو فكره انا حرفيا عايز احل مشكله عند كل الناس، مش مجرد انا ملخص كتاب، ولا انا مجرد بلخص حاجه او ببيع كتب. لا، ده انا ببيع لك تجربه كامله من تطبيقات علشان انت، هي دي المشكله اللي انا عايز احلها. طيب، مين الكاستمر بتاعي؟ انا من وجهه نظري شايف ان هم اليونج بروفيشنالز، انتربرينورز، الناس اللي عايزه تتعلم في المينا ريجن وعندهم مشكله بيستراجل بشكل او باخر من كتر المعلومات او اغراق بالمعلومات اونلاين. وبرضه الناس اللي بتشتري كتب ما بتكملهاش، والتيمز واورجنايزيشنز اللي هم عايزين يعلموا التيمز بتاعتهم بس مش عايزين يديهم كورسات ممله، لا ده عايز برضه حاجات انتراكتيف والكلام ده. فده الايدل كاستمر بتاعي. طيب، مشكلتهم ايه؟ ان الناس بيشتروا كتب وكورسات ما بيكملوهاش. الناس بيبقى عندهم كل الحاجات اللي بياخدوها دايما نظريات، ما فيش حاجه براكتيكال، والناس ناقصها حاجه ستراكشرد، وهم مش فاضيين ومش عارفين الكلام ده كله. فدي المشكله اللي احنا شايف ان دي البين بوينت. طيب، السكسس بتاعنا عباره عن ايه؟ ان الراجل اللي بيشتري مني الكارت ان هو يفتحها ويكملها ويحس بالفايده اول ما ياخدها. وكمان اخلي ان هو عاده القراءه عنده، ان هو لا لازم يقرا علشان يتطور ويحس بان هو لازم يطور نفسه والكلام ده. وان كمان الشركات تاخد الكيتس دي علشان يقيسوا بيها نجاح التيمز بتاعتهم، ان هم الناس بتطبق والكلام ده كله. فانا من وجهه نظري انا طبقت النورث ستار كان بس على الشكل ده. فانا شايف بناء عليه النورث ستار ماتريك بتاعي انا حاطط 2. حاطط واحد فيزيكال، ان انا ابيع كيتس مانثلي، واثنين ان انا احط مثلا ديلي اكتيف يوزرز. طيب، ممكن ديلي اكتيف يوزرز تبقى منطقيه لو انا بتكلم عن ديجيتال كموبايل اب، فديلي اكتيف يوزرز ممتازه جدا. بس الفكره اللي ممكن يبقى فيها مشكله او معضله، وانا قلتها من شويه ان انا النورث ستار ما ينفعش يبقى فلوس، وانا هنا حاططها فلوس. فده يخلينا نسال السؤال، هو المفروض يبقى فلوس ولا مش فلوس؟ ده ياخدنا لتساؤل مهم جدا، الا وهو ان النورث ستار ما بين الريزلت والدرايفر. يعني ايه؟ طيب، لما نيجي نتكلم النهارده على النورث ستار، النورث ستار الناس دايما بتحطه يا سيلز يا ريفينيو يا بروفيت، وده في البيزنس اسمه ريزلت. يعني انا عملت اكتيفيتي اللي هي بيتقال عليها الدرايفرز، اللي انا عملت ادز او كامبين او عملت اكتيفيشن او عملت اوبن اكتيفيشن، عملت يو اكس او يو اي، عملت سبورت، اي اكتيفيتي ليها علاقه بالبرودكت او ليها علاقه بالماركتنج او ليها علاقه باي حاجه. اول ما عملت الاكتيفيتي دي، فدي بالنسبه لي درايفر. فالدرايفر ده انديكيتور بتاعه ان هو بقى فيه اكتيف يوزر، بقى فيه كومبليشن ريت، بقى فيه الكلام ده، وبالتالي عمل الريزلت اللي هي ريفينيو او سيلز او بروفيت. هنا بقى النورث ستار ما ينفعش يبقى ريزلت وما ينفعش يبقى درايفر. ما ينفعش
كدرايفر يعني اغلب الناس برضو، يعني خلينا نحط بس مسكونسبشنز هنا برضو شويه، علشان هي دي المعضله اللي يحصل فيها الديبيت وممكن ناس تعاركني فيها. الا وهي ايه؟ ان انت لما تتكلم في السوق فتلاقي حد بيقول لك ايه، والله انا درايف النورث ستار بتاعي ان احنا نصرف مثلا 10000 دولار يوميا، وان احنا نجيب اكبر عدد مشاهدات، اكبر عدد مش عارف ايه، فهو بيعتبر ده النورث ستار بتاعه، ان هو اكبر عدد ظهور في امبريشنز وريتش للناس. ان انا او ان انا اقول له يقول لي لا انا عايز ريفينيو رقم معين، عايز سيلز رقم معين، عايز احقق بروفيت برقم معين. فكده هو بيستك ما بين الريزلت والدرايف. طيب ليه انا بقول لك ان نورث ستار ما ينفعش يبقى درايفر ولا ريزلت ولازم يبقى ليدنج انديكيتور؟ وده اللي بسببه ان الشركات اللي انا جبتها لك من شويه هم عاملينها كليدنج انديكيتور، مش عاملينها لا درايفر ولا ريزلت. النتيجه ايه؟ فكر معايا كده من اول سلايد انا قلتها، قلت ايه؟ ان احنا المفروض ان هي مكنه، المكنه دي سيلف سيرف، المفروض ان هي ناس بتخش بيها انبوت، بيمشوا في 4 بيلر، وبعد كده فيها اوتبوت، وبعد كده بنيتريت فيها لوب بنعيده مره ثانيه. هل انت تتخيل ان انت لو حسبتها بالريزلت، الريزلت ده ريفينيو او سيلز، فتخيل ان الشركه كلها شغاله عفوا عشان تحقق الريفينيو والسيلز والبروفيت اللي انت عايزه جوه الشركه. فكده معناه ايه؟ ان الناس هتركز على حته الفلوس، فممكن ياخدوا اكشنز سريعه علشان يحققوا موضوع الفلوس، فممكن ياثر على متريكس زي ريتنشن زي ريفيرال. ليه؟ لان الناس انت استعجلتهم زي ما هنعرف ده دلوقتي. فالفكره الناس مش هتحس بالفاليو، فمش هيعرف يرشحك لحد تاني، هو مش هياخد قرار ان هو يشتري منك. فهي الفكره ان انت ممكن تكون لو اشتغلتها بالريزلت كنورث ستار هتستعجل النتيجه، فيبقى عندك مشكله في ان النورث ستار مش هتتحقق، فيبقى دايما المكنه فيها خلل. ولو اشتغلتها درايفر، فالدرايفر دي يعني انت عايز تكتر اعلانات، فانت كده هتلعب على الشانل واحده الا وهي الاكوزيشن. انا هحسن الاكوزيشن بتاعي. ما هو في الاخر الاكوزيشن لو انت بتحسنه وما حسنتش كل حاجه جوه، او ما فيش نورث ستار تاني جوه، زي مثلا ان انت عايز الناس تكمل، او عايز الناس تستخدم الحاجه تخليها هبت عندهم كهي كليدنج انديكيتور، فانت كده برضو اول ما توقف اعلانات كل حاجه هتقف. فهي النورث ستار لازم يكون حاجه العميل فيها او اليوزر، عفوا اليوزر بتاعك بياخد الفاليو وقتي. انا النهارده اشتغلت علشان كامبين علشان اجيب ريفينيو او سيلز، بس الليدنج انديكيتور بتاعي ان الراجل ده انا احافظ على الراجل ده اكبر عدد ممكن من الناس اكتف، ان انا اخلي اكبر عدد ممكن من الناس تفتح البوكسز بتاعتي. طيب فالنورث ستار متريك ما بين الريزلت والدرايفر هو المفروض يبقى ليدنج انديكيتور، ما ينفعش يبقى درايفر، ما ينفعش يبقى ريزلت. ده الكونكلوجن اللي عايز اوصل له، لان الحته دي مهمه جدا وكريتيكال. ان انت هتقع في غلطه كده، فكره ان انت هتحسبها ريفينيو او سيلز فتقع، هتحسبها ادز وكامبينز فهتقع، على حسب الشركه عندك بتفرض عليك ايه. بس لو انت فكرت فيها بمنطق، انت لو ليدنج انديكيتور فمعناها ان الناس هتحس بالفاليو، فالناس هتفضل دايما في اللوب بتاعتك ودايما بترشحك لحد تاني زي ما هنعرف كمان شويه. طيب اهم 3 كرايتيريا، او احنا بنحدد النورث ستار برضو لو احنا بنبريك داون علشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي، فهتلاقي ان اول كرايتيريا ان النورث ستار بتاعك لازم يبقى يوزر سنتريك مش ريفينيو. ان انت ما تجريش ولا ريفينيو، ما تجريش ولا بوكينج، ما تجريش ولا MRR اللي هي مانثلي ريكيرنج ريفينيو، لان ده تو ايرلي. انت لسه مدخل الراجل النهارده كاكوزيشن، ما ينفعش تطلب ان انت تحط النص ستار بتاعك MRR. ليه؟ لان الراجل ده المفروض يبقى اكتيفيتد، تحافظ عليه اكتيفيتد، تحافظ عليه اكتف، تحافظ عليه يجي لك مره ثانيه، لان هو طول ما هو موجود هو بيدفع فلوس، طول ما هو موجود فبيرشحك لحد تاني. انما لو انت دخلت وخدت منه الفاليو ومشيته بسرعه، فانت كده الكاك بتاعك اللي هي كاستمر اكوزيشن كوست بيعلى غصب عنك، الريتنشن بتاعك بيتشرن لان انت مش مهتم بوجوده عندك، فالتشرن فالLTV بتاعك بيقل. فكل المتركس اللي بتخدم الهيلثي جروث بتاع المكنه بتاعتك ما بتحققش. فايه اللي بيحصل؟ لو انت اليوزر مش سنتريك بالنسبه لك والريفينيو هو اللي سنتريك، فانت كده بتخسر المكنه بتاعتك. طيب
برضو لازم يكون النورث ستار بتاعي كاونتبل، لازم اعرف اقيسه، ما ينفعش يبقى فانيتي. زي ايه؟ زي فكره، وده يبقى ماست ميجر، زي فكره ايه؟ الكاستمر هابينس. انا الناس عندي مبسوطه، الناس عندي بتتفاعل على السوشيال ميديا، انا لا التيم بتاعي كله تعبان واحنا شغالين على اكمل وجه. فالفكره ما ينفعش يبقى النورث ستار بتاعي حاجات ما ينفعش اقيسها. لا، انا ينفع اقيسها ازاي؟ بان بي اس، ان انا نت بروموتر سكور، ان نسبه الناس اللي ممكن ترشح لي، بعمل سيرفي، الريتنشن ريت، الديلي اكتيف يوزر، الترانزاكشنز اللي بتحصل جوه الابلكيشن، او اكشنز معينه بتحصل، مش لازم تكون فلوس بس، ترانزاكشنز الناس بتكومينيكيت مع بعض، او حاجه جوه الابلكيشن. كل ما انا عايز اجري ورا الترانزاكشنز دي، او اجري ورا الاكتيفيتي اللي بتحصل جوه الابلكيشن بتاعي او جوه البيزنس بتاعي، يبقى انا كده بالنسبه لي واعرف اقيسها. فده بالنسبه لي مترك او كرايتيريا مهمه جدا في المترك بتاع النورث ستار. واخر حاجه ان هو المترك بتاعي او نورث ستار مش لاجنج او نوت ليدنج. فكره ان هو مش ريل اوت كم، زي مثلا اقول لك ايه، انا بعت الشهر ده مثلا، وده حرفيا سمعتها في بعض الشركات، يقول لك انا بعتنا مليون ايميل، بس ده مش نورث ستار، ده ايميل سنت. يقول لك والله احنا الاعلان بتاعنا ظهر، ودي حرفيا حصلت معايا. انا كنت شغال مع شركه مالتي ناشونال شغاله في اكتر من دوله، مش دوله واحده. فكنا المفروض حطينا بادجت للاعلانات، وهم كان عندهم بي تو بي برودكت، انتربرايز برودكت كده بيبيعوه، وشركه كوميونيكيشن يعني، شركه كبيره يعني. فالفكره ان احنا شغالين، فالراجل بنتكلم، فالناس مبسوطه والتيم بيسقف والحياه حلوه. احنا عملنا ايه؟ والله احنا عملنا 10 مليون امبريشنز، ووصلنا وظهر اعلاننا اكتر من 10 مليون، وعملوا احتفال بحاجه زي كده. طيب هو ده بالنسبه لي نوت ليدنج. طب هو كام واحد عمل ريكوست كبي تو بي، بي تو بي حاجه يعني، بي تو بي ميتنج مثلا؟ ما فيش. طب احنا عندنا كام ام كيو ال او اس كيو ال؟ ما هو انا عايز اقيس ام كيو ال، هي ماركتنج كواليفايد ليد او سيلز كواليفايد ليد. ماركتنج كواليفايد ليد حد بيسال على سبيكس، بيسال على البرودكت نازل في دوله ايه، الحاجات بتاعته. انما سيلز كواليفايد ليد حد، لا انا عندي نيدز، انا عندي عايز البرودكت ده الكلام. فهو انت كم حد او كم حد، هو ما بيقيسوهاش والله، احنا قيسنا الامبريشنز بس. فهنا دي كارثه بالنسبه لي. هو ده مش نوت ليدنج متريك. هو ما ينفعش النورث ستار بتاع الكيو ده كله ان الاعلانات بتاعتي تظهر 10 مليون في السيجمنت بتاعتي. ما هو يا سلام فرحتي بالحاجه زي كده. فلازم ان الكرايتيريا بتاعتنا يكون فيها 3 حاجات: يكون بيليد لحاجه معينه فيها ريل اوت كم نعرف نقيسه، وكمان يكون الفوكس بتاعنا هو يوزر سنتريك، الراجل اللي بيستخدم البرودكت بتاعي او بيستخدم السيرفيس اللي انا بقدمها. فدول اهم 3 كرايتيريا لازم تتحط في الدماغ واحنا بنفكر كنورث ستار. طيب خلينا ندي مثال لابلكيشن بتاع برودكتيفيتي اب. لو احنا عندنا مثلا برودكتيفيتي اب، وده بالمناسبه المشكله دي مشكله حقيقيه، البرودكتيفيتي اب كان موجود ومات. طيب البرودكتيفيتي اب هو الراجل بيقول لك ايه؟ انا النورث ستار بتاعي التاسك كومبليتد. اول ما الشخص يحط شويه تاسكاته ويعمل تاسك كومبليت، انا كده تمام، النورث ستار بتاعي اتحقق. لو انت بتتكلم عن جروس برسبكتيف يعني، فهو ده جامد جدا. ليه؟ لان انت واحد دخل حط 30 تاسكايه، وال 30 تاسكايه مثلا او 50 تاسكايه، والراجل ده ما عملش ولا واحده منهم، بس هو عمل التاسكايه. ويجي مثلا تاني يوم او تالت يوم او بعد شهر حس ان هو لا، التاسكات بقت شكلها يعني كئيب بالنسبه لي، فهيعمل ايه؟ هيعمل تاسك كومبليتد علشان يعدي، يبقى شكلها لطيف وما يبقاش مزعج. فهنا هو ده بالنسبه لك ده فانيتي متريك، هو ده مش متريك حقيقي، ولا نص ستار متريك تعرف تحطه. فهي الفكره ان الناس ما بقتش ترجع له. يعني فكره ان هو لا حط ديلي اكتيف يوزر، ولا حط اكتيف يوزر، ولا حط اي حاجه، هو حط التاسك كومبليتد. وبالمناسبه اللي اختار ان هي تاسك كومبليتد ده الديفلوبر، لان الديفلوبر قال له انا اقدر اقيس التاسك كومبليتد لان دي حاجه ممسوكه مش عارف ايه. انما فكره الديلي اكتيف يوزر ممكن الناس تفتح وما تعملش حاجه وبتاع. فالراجل اقتنع بهذه الفكره فعمل تاسك كومبليتد فخايش. فالنورث ستار بتاعك لازم يكون، المفروض يعني لازم يكون نعرف بريدكتبل، نقدر نتوقعه،
ويبقى كمان لونج تيرم بزنس يحافظ على اللونج تيرم بزنس هيلث، مش مجرد فانيتي مترك او حاجه زي كده. فهي دي الفكره انا عايز اوصلها لكم. الفكره ان احنا حتى ايفن واحنا بنختار حاجه يوزر سنتريك لازم تكون منطقيه للبزنس بتاعي. ما انا ممكن راجل النهارده يحط التاسكات وما يكملهاش، او الراجل مثلا ما يخشش غير مره واحده يحط تاسكات، يخش مره ثانيه اخر الشهر يعمل سبميت للتاسكات ان هي كومبليت وخلاص. فهي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها. طيب، يبقى التيك اويز بتاعتنا النهارده او في الحته اللي احنا قلناها اللي فاتت دي قبل ما نخش ديب شويه او نبريك داون حاجه ثانيه، فكره ان النورث ستار بتاعتك لازم تكون يوزر سنتريك، ولازم تحسن اللونج تيرم او البيزنس هيلث بتاعك. طيب، زي فكره الديلي اكتف يوزرز او ريتنشن ريت، مش ان انت ايميل سنت او ساين ابس او ريفينيو او اي حاجه من الحاجات اللي بتعتبر فانيتي او ما بتخدمش الفكره بتاعت البيزنس بتاعك. واهم حاجه، ودي المشكله اللي بتحصل ما بين كل الشركات، فكره ان المترك ده مش كل الناس شغاله عليه. يعني زي ما قلت من شويه، مشكله الناس اللي هي فكره ايه، ان انا مثلا عندي التوب مانجمنت قايله ان النورث ستار بتاعنا الديلي اكتيف يوزرز او ترانزاكشنز اللي بتحصل عندنا على الابلكيشن، which is ده هو ده اللي هيحقق لنا الريفينيو والكلام ده كله. فتلاقي برودكت تيم كحته ديفلوبمنت هو مش بيجري ورا دي، بيجري ورا حته ثانيه، لان هو شكل البرودكت لازم يبقى شكله حلو، فبيجري ورا يو اكس ويو اي مثلا على سبيل المثال، او بيجري ورا السكيورتي اكتر منها على اليو اي واليو اكس، فهو يهمه السكيورتي وامان عن اي حاجه ثانيه. فهو انت بتامن الابلكيشن بس ما فيش حد بيستخدمه، فدي مشكله. او ان انت تلاقي والله البرودكت تمام والديفلوبمنت تمام وعندك البيزنس والجروث تمام، بس انت عندك الاوبريشن او عندك الكوميرشال مخايش في حته ثانيه، او عنده نورث ستار ثاني، او هو مش واصل له النورث ستار اللي انت عايز تعملها. فهو بالنسبه له ان هو يجري ورا لا فولفيلمنت ريت، يجري ورا نمبر اوف اس كيوز تخش عندك وخلاص. فانت مش باصص على النورث ستار بتاع الشركه. فبالتالي يؤدي لايه، ان كل واحد من الناس دي كأن عندك العربيه بتاعتك فيها اتنين دريكسيون. فكره ان الناس بتتخانق على الدريكسيون المفروض يمشي يمين ولا شمال او يمشي على طول، ففي الاخر هو انت هتخيش. فاهم حاجه في المتر ده لما يتحدد ان هو تو بي ابلايد على كل الناس، ان كل الناس شايفاه، كل الناس عارفاه، كل الناس زي الفكره اللي قالها زهران في لما حط المركب بتاع ان هو مركب فيها اكتر من حد، كل واحد معاه مجداف وكل واحد معاه ال ال الاتجاهات اللي هو بتاع الاتجاهات ده، بس كل الناس كل واحد بيعمل حاجه مختلفه، بس كل الناس باصه ناحيه اتجاه واحد اللي هو فكره النورث ستار. انا كلنا ماشيين في نفس الاتجاه في نفس الفلو، فالمركب ده لازم يمشي على خطه واحده او طريق واحد هو اللي كلنا باصين عليه. ودي نقطه مهمه جدا اللي بتسبب مشاكل كتيره، اللي هو تلاقي ان الكالتشر بتاعت الشركه كلها ماشيه على حته الجراف وكلنا الايند والكلام ده كله، بس تلاقي كل واحد حاطط فانيتي متريك او حاطط متريك صغير هو بيجري عليه وحاسس ان هو ده النجاح بتاع البيزنس. والله وخليني اقول لكم مثال بسيط جدا. امبارح مثلا انا كنت في ميتنج مع حد واحنا بنتكلم، فهو بيقول لي والله انا فانا بساله طب انت حاطط نورث ستار، حاطط ايه الجروس متريك اللي انت بتقول والله انا هبقى مبسوط وفرحان، عشان هو مش قصدي اتكلم على جنسيه معينه بس هو مش مصري، وكان بيتكلم من وجهة نظره ان هو ايه، انا شايف ان انا هبقى مبسوط لو حصل كذا. كان قاعد على نفس الترابيزه واحد تاني من الشركه عنده، قال له بس انت، بس هي دي مش قال له لا 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 انا فاهم انا عايز ايه. انا وبعد كده بص لي وقال لي انا اعلمك حاجه وبتاع. فهو هو مش قصده ان هو بس هما الاثنين مش الايند. متخيلين اثنين بزنس اونرز، الاثنين شركاء، وكل واحد منهم شايف الجروس من منطلق تاني خالص. واحد بيقول لي انا اشتغلت مع مسوقين ومش عارف ايه ومش مبسوط وبتاع، والتاني بيقول لي والله احنا عندنا ترانزاكشنز. فالاثنين مختلفين كدماغ. فانت بالتالي ايفن حتى لو معاك مال الدنيا، بس انت الماشين بتاعتك هي مش ستيبل، عامله زي عربيه مشوهه انت حاطط فيها كل الامكانيات بس البادي نفسه مش هيستحمل الموتور اللي انت عمال تحط فيه فلوس او ان انت عمال تدوس فيه بنزين. ده اللي عايز اوصله، او التيك اويز اللي انا عايز اطلع بيها من الكام سلايد اللي انا حكيتهم دلوقتي. طيب،
لما نيجي نتكلم عن الجروس ماشين جيرني، فهي انا حاططهم في 5 شابترز. انا ببريك داون دلوقتي ال5 شابترز اللي هم بتاع الاويرنس، في اكوزيشن، في اكتيفيشن، في ريتنشن، في مونetization. حاططهم كده كشابتر علشان نعدي على كل شابتر ندي فيه مثال، فنفهم اكتر اللي انا اقصده في كل شابتر. يعني فكره، طب انا اقصد ايه بالاويرنس او اقصد ايه بالاكوزيشن او حاجه كده، عشان تبقى برضو الجيرني مفهومه وكل واحد يقدر يطبقها على نفسه. وما تقلقوش، انا كمان في الجروس او اس انا حاطط لكم تمبلتس وحاجات تخدم اللي انا بقوله دلوقتي. اذا كان شابتر فتعمل فيه ايه، طب اذا كان اكتيفيتي او حاجه، فكل حاجه تبقى ان شاء الله سيستمايزد ومنظمه بشكل اللي انا عايز اوصله ان شاء الله. وكمان مش هسيبكم، يعني هكون معاكم باذن الله. طيب، فالفايف شابترز اللي انا متخيل ان الماشين بتاعتنا او الرحله بتاعت الماشين بتاعتنا فيها 5. فيها اكوزيشن، فيها اورنس، اكوزيشن، اكتيفيشن، ريتنشن، ومونetization. طيب، عفوا، تعالى ندي مثال. في اول حاجه بتاعت الاورنس، اللي هو فكره ايه؟ ان انت عندك مثلا نوشن. فنوشن في 2018 ما كانش حد يعرف نوشن بره سيليكون فالي، يعني ما حدش يعرف خالص. فنوشن فكرته ببساطه ان انت ابلكيشن تبلد فيه سكند برين، زي ما اخونا علي عبدال بيقول، وزي ما استاذ احمد عشري ما علمنا. فكره ان نوشن هو مكان بتحط فيه كل افكارك، بتنظم فيه افكارك، بتنظم فيه يومك، بتنظم فيه وقتك، كل الكلام ده كانه بتعامله كانه سكند برين. بس حرفيا في 2018 ما كانش حد يعرفه غير الناس اللي جوه السيليكون فالي نفسهم. طيب، هم عملوا ايه ببساطه شديده؟ بداوا يقولوا طيب، هو الناس مش عارفه تستخدم نوشن، وهو في كل حاجه في الدنيا فيها ممكن تعمل عليها سي ار ام، ممكن تعمل عليها فورمز، ممكن تعمل عليها تاسك مانجمنت، ممكن تعمل عليها كل الكلام ده، بس الناس مش عارفه الكلام ده. طب هنعمل ايه؟ راحوا بنوا التمبلتس او عملوا بلاتفورم كده جوه نوشن، فكره فري تمبلت. ان انت تعالى خد تمبلت تنظم لك وقتك، تمبلت تعمل حط فيها الكتب بتاعتك وتنظم الشلف بتاع الكتب بتاعتك. فهم عملوا تمبلتس كتيره علشان يسهلوا استخدام نوشن. ايه اللي حصل؟ الناس بدات تستخدم نوشن ببساطه. طيب، بدا يشير على تويتر، لان هو شايف ان تويتر هو البلاتفورم المناسب بتاع الناس اللي عندهم ايدياز وسنيبت وحاجات صغيره والكلام ده كله. فراح لاحظ كمان ان المدرسين بيستخدموا النوشن، فبدا يسكيل اب مع حته المدرسين، وبدا يعمل اعلانات للمدرسين علشان يجيب المدرسين ينظموا جداولهم وينظموا وقتهم عليه. طيب، النتيجه بتاعت الكلام اللي هو عمله ده ان هو راجل بقى مشهور، بقى نوشن معروف النهارده، قدر يكسب وبدا يحط مونetization زي موديل المونetization موديل كده، ان هو الناس بيكسب الناس من الكريدت اللي هو بيديه للناس، من السبسكريبشن، من كل الكلام ده. طيب، اللي انا عايز اقوله في الفكره بتاعت نوشن دي، فكره ان هي في الاويرنس هدفها ببساطه شديده ان انت تبقى على الرادار بتاع الناس تشوفك. ومش لازم تبقى موجود على الرادار ان انت تبقى موجود في 10 تشانلز او 20 شانل، لا. هي بمجرد زي ما قلنا في الحته بتاعت الماشين، المسكونسبشن فكره 80 20، ان انت مش محتاج تظهر في كل حاجات، تعمل اعلانات على كل بلاتفورمز خالص. شوف السيجمنت بتاعتك موجوده فين، شوف الناس بتاعك تتفاعل معاك فين احسن، فبالتالي هيبقى افضل لك. زي مثلا فكره ان انت في حته نوشن دي كانوا شغالين جوجل ادز، كانوا شغالين فيسبوك، عملوا اورجانيك كونتنت، فكره الريفيرال وبارتنرشيب، وعملوا التمبلتس والكلام ده كله. ايه اللي حصل؟ لا، الناس بدات تبقى احسن، بداوا يظهروا على رادار الناس. خلاص، هو ظهر للسيجمنت بتاعته على المكان بتاعه، مش لازم يماستر ال10 الشانلز اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب، لو رحنا كمان لديالينجو على سبيل المثال، اول ما بدا كان عمل اعلانات في التلفزيون، وصلت $1,000,000 مثلا اعلانات، حرفيا ما اتحركش. بس اول ما جاب فكره الاستريكات والهابتس ومش عارف ايه والكلام ده، وراح للتيك توك، بقى بالنسبه له عمل محتوى فري، حط UGC، ناس بتستخدم ديالينجو والاستريكات وبيبعتوا لبعض والتشالنجز والكلام ده كله. الكونتنت بتاعه بقى فايرال، حرفيا انطلق. فهي الفكره ان انت مش لازم تلعب الصعبه. هو بالنسبه له عمل سمارت اويرنس، وفعلا باقل بادجت، مش بادجت كبيره، باقل بادجت وصل للناس وظهر لها. وده خلينا ناخد قصه كده او ستوري عندنا فري تو ليد.
انا عندي فري تو ليد مثلا على سبيل المثال. احنا عندنا برودكتس دي بتخدم مثلا اودينس معينين. على سبيل المثال انا مسكت اودينس اسمهم يونج بروفيشنال دول اللي هم قد يكونوا، مش قد يكونوا، هم دلوقتي جين زي. فالجين زي عندنا مشكلتهم ايه في السوق؟ فكره ان هو ما عندوش وقت يقرا. الراجل ده بيمل من الحاجات التقليديه والصور التقليديه. انت حاطط له صوره بروفيشنال، حد ببدله، وقلت له تعالى النهارده اقرا كتاب مثلا ريتش داد بور داد، هو مش هيهتم. انما لما تيجي تقول له النهارده ده في بطه بتعلمك التسويق، ولا بطه بتعلمك قياده الفرق فهو الراجل هيبقى هنا خدت التراكشن بتاعه، او التنشن بتاعه، فهيبقى هاخد تراكشن، او هعمل تراكشن بشكل او باخر اللي انا عايزه. فده حرفيا اللي عملناه في ريد، ان احنا مسكنا سيجمنت، كلمناها بالطريقه بتاعتها ببساطه شديده. بدل ما اعمل اعلانات بروفيشنال وبدل والكلام ده كله، لا، احنا طلعنا الاعلان بتاعنا مثلا زي ما هتشوفوا دلوقتي كرتون. هو مفيش صوت يا محمود بس. اه، خدت بالي. طيب الفكره اللي احنا عملناها ببساطه ان احنا جبنا صوت طحالب اللي هو عبد الله البخاري، صوت مشهور ومعروف للناس كلها. زائد ان احنا حطينا شويه حاجات جين زي بيحبها، زي فكره البط وبيقوم فرحان من النوم وبتاع. وبعد كده في الاخر جبنا فكره البطه، حلقه نفس الحلقه بتاعه فكره الجين زي، فكره الحلقه بتاعتهم دي. وعاملين ستاردكس، ففكره بنرمي على ستاربكس. وفكره داك تانك، شارك تانك. فهي الفكره الفيديو ده لما نزل اورجانيك بقى بيجيب اوردرات. ليه؟ لان انت بقيت على رادار الناس بسمارت مثلا اويرنس اكتيفيتي عملتها، خلاص بقيت على رادار، خلصت. مش لازم بقى نحزق ونعمل فكره كامبينز وبروفيشنال وصور والكلام ده كله. برضو مثال تاني احنا عملناه، ان احنا جبنا فكره الناس اللي بتقعد على القهوه، برضو جين زي، اللي هي نفس الشكل والكلام ده كله. فهتلاقي مثلا ان الراجل نفس الشكل بيقعد على القهوه، وبعد كده بيتكلموا عن المشاريع اللي عايزين يعملوها، وبعد كده مش معاه فلوس، وبعد كده راح ايفنت من رجال اعمال. ده كنا بنضرب يعني، او مش بنضرب، بنركب على فكره الايفنتس بتاعت مثلا تكني سامت ولا رايز اب والكلام ده كله. راح يقابل واحد، فقابل انفستور. هو ده اللي عايز اقوله، ان احنا بطريقه سمارت بقى حطينا سيجمنت معينه، عملنا لها اويرنس بطريقه مناسبه ليها. خلاص انت مش محتاج بعد كده ان انت تروح تلعب الصعبه. يعني الموضوع بقى اسهل دلوقتي واذكى من ان احنا نعمل ده. وده حرفيا هي دي الفكره الداينامكس اللي موجوده في، لو انت عندك جروس ماشين، فهي دي داينامكس المطلوبه. ان انت مش مطلوب تعمل تراديشنال ماركت، مش قصدي، بس لازم تبقى انوفيتيف اكتر شويه في التواصل مع، عشان تعدي المرحله اللي انت فيها بشكل اذكى. ده اللي عايز اقوله. فكره ان انت مش لازم تلعب الصعبة ابدا، او تشوف شركات تانية عملت ايه فتعمل زيهم. لا، انت تشوف المناسب ليك في الوقت المناسب تقدر تنفذه. طيب، ده ياخدنا لشابتر 2، الا وهو الاكوزيشن. الاكوزيشن ببساطه شديده ان انت بالترن الاويرنس اللي حصل من شويه انتوا ساين اب. انت الراجل النهارده شاف الفيديو بتاع البط بتاعك، المفروض ان هو يعمل ايه؟ ان الراجل ده يعمل ساين اب، الراجل ده بيكريت اكونت، الراجل ده بيخش يشتري منك او يطلب الكيت بتاعتك. فهو دي ببساطه شديده ان انت بتحول الاويرنس اللي انت عملته لاكوزيشن، اللي ساين اب او خد كول تو اكشن معين. فببساطه شديده الاكوزيشن ان انت تحول الناس انتو اكتيف اكونتس. الراجل ده بيعمل عندك ساين اب، او بيشتري منك، او بيعمل اي حاجه. طيب، لو احنا شفنا حته الاكوزيشن دي، فتعالى نبص كده على حاجه زي الهاكه يعني، او اتعملت واتهرست في 300 كورس دروس قبل كده، الا وهي فكره دروب بوكس. دروب بوكس كان بيعمل ايه علشان يقلل فكره الكاك وان هو يأكواير ناس جديده والكلام ده؟ هو بيجيب واحد اللي هو بيدفع عليه اول مره، وبعد كده الواحد ده بيقول له انا هديك فري سبيس لو رشحتني لحد تاني. فالكاك بتاع التاني بيقل الاثنين تقريبا، ال $2 من $5 نزلت ل $2.
بعد كده بيعمل ايه؟ الراجل اللي جابه ببلاش بيقول له طب بقول لك ايه، ما تاخد مثلا، ودي مثال كان الكامبين عاملينها، بس انا حرفيا مش لاقي الديزاين ده، بس الجيل القديم يفتكر الموضوع ده. كانوا زمان عاملين كامبين لو ظهرت في الابجريد، لو عايز تابجريد مساحه ولا بتاع، يطلع لك كوبايه قهوه ويقول لك ان سعر كوبايه القهوه هي نفس سعر السبسكريبشن بتاعتنا في دروب بوكس بالشهر. فاللي هو كوبايه قهوه واحده كانك خدت الشهر في دروب بوكس، which is ده يعني عبقريه جدا، حسسك قد ايه ان السبسكريبشن دي قليله جدا ان انت تدفعها مقابل كوبايه القهوه. فلو لا ده انا هاخد الحاجه زي كده. فالكيك عنده خلاص بقى اورجانيك تقريبا. الناس ما دام ضمن ان الشخص الاولاني اللي بيريفير عشان ياخد مساحه دخل واحد تاني، الواحد التاني هيدفع علشان هو شايف ان هي ارخص من كوبايه القهوه. فانتوا شايفين الماشين اتبنت ازاي؟ هو الراجل خلاص ما بقاش يدفع تاني اني مور على فكره الاكواير. وحتى لو بيأكواير النهارده، لا، الكوست بتاعت الاكوزيشن بتاعته قل تقريبا ب 40%. ليه؟ لان هو الراجل خلاص المكنه بقت شغاله، هو مجرد بيحط شويه فلوس قليله، هو بعد كده زي السلايد اللي طلعها زهران بتاعت حلب البقره. هو فكره الراجل خلاص دخل البقره، دخل يعني مش قصدي طبعا اسقط البقره على اليوز، بس هي خلاص انت بقت تحت ايدك، فاعمل فيها اللي انت عايزه. اللي هو فكره طلع منه حد تاني يا باشا مونتايز منه هو شخصيا، او يجيب لك ناس تانيه تخش تستخدم نفس السيرفيس او البرودكت بتاعك. حلو جدا. ده ياخدنا للاكتيفيشن او فيرست الاها مومنت زي ما بيقولوا. فكره الاكتيفيشن ان الراجل بياخد القيمه اللي انت عايز تديها له اول ما بيدخل او بيحس ان هو فعلا خد الاها مومنت بتاعته. طيب الاها مومنت هنا ببساطه شديده انت لازم تنفذها او تحققها وانس ان الراجل دخل عندك مثلا البرودكت بتاعك مثلا في اول يومين 3 ايام ماكس. ليه؟ علشان تقدر بعد كده تجيبه مره تانية، فتقدر تحافظ عليه بالريتنشن، ان انت تقنعه ان هو يدفع، ان انت تقنعه ان هو يرشحك لحد تاني. فالاها مومنت لازم ياخد الفاليو بتاعته حرفيا. يعني حتى لو احنا بنتكلم مثلا، خلينا ندي مثال مثلا سلاك زي ما انا جايبها دلوقتي. فسلاك هو بيعمل ايه؟ اول ما بتخش بيديك في اول يوم بيديك التور اللي هي الاونبوردنج اللي هو بيعملها، وبعد كده يقول لك ايه، خش ابعت رساله، يعني ابعت مسجنج والكلام ده، واكتب بقى في الشانلز ولا اكتب في الجروبس اللي انت بتعملها. حلو جدا. وبعد كده كل شويه يبعت لك ريمايندرز، ما تبعت اول رساله للتيم ميت، فالتيم ميت هنا هتضطر ان انت ترشح لحد تاني علشان الراجل ده يخش تكلمه، انت مش هتخش تكلم نفسك. فتنفايت، فالراجل ده خلاص اكتيفيتد بعد 7 ايام، لان هو حصل على الاها مومنت او الفاليو اللي انت بتقدمها. فهي الفكره ان الناس حست الفاليو بتاعتك. يعني حتى من ضمن الحاجات اللي بيتقال عليها ان انت لازم الفاليو تتحس في اول 60 ثانيه. اللي هو فكره انت بتدي الناس ديمو، يعني بتطلع للناس ديمو مش دوكيومنتيشن. وخلينا اديكم مثال. حاجه من ضمن الحاجات العبقريه جدا اللي بدات الاحظها دلوقتي في حته الاكتيفيشن، اي تولز جديده مثلا، اول ما بدخل عليها روح مطلع لي على طول فيديو، مش بيطلع مش اونبوردنج حتى. يعني زمان احنا واخدين تقليديا الاونبوردنج بتاع انتركام ولا بتاع، بيحصل ايه؟ اول تخش تلاقي مثلا ستيبس كده، 5 ستيبس، يقول لك ايه، اعمل ده الاول، بعد كده اعمل البروفايل بتاعك، بعد كده اعمل كذا، ابعت اول يعني بيحط لك اونبوردنج. لا، هو الناس دي حاطط لك ديمو، فيقول لك خلي بالك، وديمو عبقري. يعني هو يعني حتى من ضمن التولز اللي شفتها كان مطلع ايجنت، والايجنت ده بيعمل 1 2 3 4 ديمو كامل. انت اصلا عمرك ما هتعرف تعمل الديمو اللي هو يعني الايجنت ده عمرك ما هتعرف تعمله، بس انا انبهرت، انا اشتريت الفكره. يعني دفعت والله، انا دفعت الاشتراك السنوي علشان الديمو عجبني، لان هو فعلا هو ما عمليش دوكيومنتيشن واونبوردنج ممل. فهو لا، انا حسيت الفاليو، انا حسيت ان انا هبقى نفس الاحترافيه بتاع الراجل ده. فهو لازم الفاليو يحسها في اول 60 ثانيه من ان هو دخل عندك. فكره حاجه تانية، الريموف الفريكشن. انت الراجل ده مش لازم يشقى علشان يوصل لفكره ان هو ياخد الفاليو. يعني مثلا مش لازم كليكات كتيره، مش لازم ستيبس كتيره. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي المشاكل اللي بلاحظها كتيره جدا في حته الاي كوميرس، فكره ان انا علشان الراجل يعمل تشيك اوت فبيمشي مثلا 4 5 خطوات عشان يروح يعمل تشيك اوت. والله في كيس من الكيسز لاي كوميرس ببص عليه،
فلقيت الراجل عامل ايه؟ انت تخش على الهوم بيج، عايز برودكت تعمل اد تو كارت، حلو جدا، مفيش دايركت تشيك اوت، بتعمل اد تو كارت. طيب عشان تشوف البرودكت ده بتروح تفتح الكارت بتاعك، وبعد كده تعمل حاجه اسمها انيشيتد تشيك اوت. لما بتعمل التشيك اوت هو مش بياخدك للتشيك اوت، لا هو بياخدك الاول كانك بتعمل اكونت على الويب سايت، فبتدخل كل التفاصيل الكامله. طيب بعد ما دخلت التفاصيل هو بياخدك على صفحه ثانيه فيها التشيك اوت عشان يتاكد بقى من العنوان والكلام ده كله. خدوا بالكم انا مشيت في 4 خطوات. طب الراجل بيشتكي من ايه؟ ان الكونفرجن بتاعه اقل من نص في المية، which is ان الاندستري بتاعته الكونفرجن ريت بتاعها فوق ال 3 4% تقريبا. فايه اللي حصل هنا؟ هو الراجل لا هو عمل فريكشن، هو الراجل حاطط ستيبس كتيره قوي. ولما قلت له يعمل فكره ان احنا نقلل الكلام ده، الراجل طبعا هو مش مقتنع، لان هو شايف ان ده الحل المثالي، وان هو دي عايزه تدخل تكنيكال وبتاع. طبعا المدارس القديمه دي بتبقى معضله او فيها مشكله كبيره ان انت تغير دماغ او انت تقنعه بحاجه معينه هي اوريدي شغاله. فدي مثلا حاجه من ضمن الحاجات ان انت بتريموف الفريكشن علشان تقلل لان الناس النهارده بقى عندها كمان بيتقال عليها الاتنشن سبان، فكره ان هو الراجل بقى خلقه بيضيق، ده ضيق جدا، زائد ان هو بيفقد الشغف بسرعه جدا، زائد ان انت مش لوحدك اللي بتقدم نفس السيرفيس او برودكت. فانت لو انت موجود في ماركت وفي حد تاني بيقدم نفس الخدمه دي وهو باع له من على السوشيال ميديا اصلا، ما اضطرش انه يدخل على الويب سايت، فالنهارده الراجل هيخلص معاه ليه؟ لان هو في الاخر الراجل ده ما قرفوش ولا خنقه ولا بعت له OTP ولا فضل يجري وراه علشان يشتري فاليو. انت مش الوحيد اللي بتقدمها، انا اروح له حد تاني بيقدم الحاجه بشكل اسهل واسرع. طيب والحاجه الاخيره ان انت بتقدم له بتحسسه بالاتشيفمنت او بالانجاز علشان يسليبريت، فيبتدي الراجل يحس ان هو لا ده عارف يماستر البرودكت بتاعك. ودي من ضمن الحاجات مثلا اللي انا مثلا اديها لكم اكسبيرينس. انا لسه شاري انتركام لمده سنه عندي للشركه علشان استخدمه في الاونبوردنج، استخدمه في AI، كان هو بيعمل نولج بيز والكلام ده كله. فانا كراجل المفروض ان انا تكنيكال، فانا فاهم انتركام وفاهم هو بيعمل ايه كويس. فدخلت اول يوم عشان عاملين اونبوردنج لطيف، وانت المفروض تعمل، هم نفسهم عاملين اونبوردنج عليهم علشان اعرف استخدم السوفت وير. والله انا النهارده بقالي اسبوع انا باعت لكل التيم عندي، لو حد فيكم عايز يستخدم الانتركام ولا عايز يعمل لنا حاجه يخش يعمل، لان انا فعلا فقدت الشغف ان انا اعمل حاجه على انتركام، لان هو بالنسبه لي الاونبوردنج طويل جدا، في فراكشنز كتيره علشان اوصل للفاليو اللي انا عايزها. ولغايه النهارده ما عملتش انتجريشن وانا جايب سنه انتركام وتشز ان هي غاليه جدا. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي برودكتس اللي بتخلي الحاجات السوفت ويرز او بتخلي الشركات تفقد الفكره بتاعت ان الناس تحس بالقيمه وهي داخله او تعمل اكتيفيشن. النهارده انا عندي الاكونت ومفروض ان انا اكتيفيت على الويب سايت بتاعي، لغايه النهارده ما عملتش. لا انا كمان بشوف بديل معمول AI مثلا، ولا اعمل ايجنت كده ولا حاجه يخش يعمل لي الاونبوردنج ولا يتكلم مع الكاستمرز داخلين على ستور، بدل ما انا افرهد مع انتركام، لان هو تعبني جدا في الانتجريشنز وكل الكلام ده مثال في فكره الاكتيفيشن، ان انت ما يبقاش فيه فراكشن، ان فاليو بيحس بيها على طول، وان هو يحس بيه فكره ان هو تاسك صغير واتعملت وخلاص. هو بس في حته هنا كتاب مهم جدا انا قلت هحكيه بس ما حكيتوش، وهو مناسب جدا للحته بتاعت ميك فيرست وين ايزي. كتاب بتاع هوجد بتاع نيل اير. الكتاب ده عبقري جدا. هوجد اللي هو كتاب اصفر كده، مش عارف هو جنبي ولا لا. بس الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ فكره بناء العاده. هو عنده كده هوجد موديل، هو 4 حاجات هو راسمها حتى، وانصح الناس تدور عليها على جوجل بعد ما نخلص. هوجد موديل بيتكلم عن 4 خطوات: تريجر، في اكشن، في ريورد، في انفستمنت. فالراجل تريجر، فهو التريجر اللي هو افتكر ان هو يستخدم، فممكن يكون نوتيفيكيشن او الساين اب اللي هو بيعمله. اكشن ان هو دخل ملأ بياناته او ان هو شاف حاجه معينه. تريجر في اكشن. في ريورد، فالراجل ده انبسط ان هو عمل اتشيفمنت معينه بان هو عمل
الاتشيفمنت دي، وبعد كده انفستمنت ان هو خلاص يبذل وقت ومجهود في ان هو يكمل في حاجه زي كده لان هو شايف الريورد. وده بالنسبه اللي عملوه ديالينجو بشكل عبقري في الموضوع ده، ان هم عملوا هوجد موديل بالطريقه المثاليه، فبقت عاده عند اليوزر ان هو يستخدم ديالينجو على طول ما هو عمل ساين اب وشغال معاهم. طيب، وده ياخدنا لحته الريتنشن. انت ايه الطرق او ايه الطريقه اللي تحافظ بيها على الناس ان هي تجيلك مره ثانيه؟ والفكره ببساطه شديده اللي انا عايز اوصلها ان انت تبني عاده او لوب عند الناس، ان الناس تفضل تستخدمك وفاكراك وهي مش ناسياك. وزي ما اتكلمت من شويه على ديلينجو، تعالى اقول لكم حرفيا هو بيعملها ازاي. فالتريجر عندنا هو بيعمل ايه؟ هو عامل تشالنج كده اسمه 5 داي ستريك، ان انت الراجل ده كل يوم لمده 5 ايام، هو بيسالك الاول انت تقعد 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا تلت ساعه، تقدر تقعد قد ايه على الابلكيشن او عندك وقت قد ايه. فبتقول له مثلا انا عندي 5 دقائق في اليوم، 10 دقائق في اليوم، خلاص بيحطك في التشالنج ده 5 داي ستريك. فانت طول الخمس ايام لازم تخش في الخمس ايام تحط الخمس دقائق من وقتك اللي انت وعدت بيها علشان تاخد الاستريك بتاع اليوم. خدت الاستريك بتاع اليوم، خلاص انت كل يوم بتفتح الابلكيشن تقعد الخمس دقائق تاخد الاستريك ده. فانت كده الريورد بتاعك ايه؟ ان الاستريك بتاعك سيف، وكمان بتاخد بوينتس للمرحله اللي بعد كده لو عايز ترشح لحد تاني فتسليبريت. فهو الراجل بيحافظ عليك كعاده، يعني لو بيحافظ عليك ان انت عندك عاده يوميه انك تخش على ديولينجو. فالراجل عمل ايه هنا؟ هو حافظ على الديلي اكتيف يوزرز. فانت اليوم الاولاني ريتنشن 85%، اليوم السابع 70%، اليوم ال 30 ده 50%. فالافريج اندستري اصلا بتاع المجال ده بتاع التعليم هو ما بيعديش ال 15%. فانت تخيل هم عاملين ايه؟ فرق 35% فرق عن السوق، بمجرد ان هو بنى عاده. مش يروح يعمل اعلانات علشان يجيب ناس جديده يدخلها يعرفهم بتاع، لا، هو لعب على البرودكت نفسه ان هو يخلي البرودكت عاده عند اليوزر او عند الناس اللي بتستخدمه. which is دي حاجه يعني كريتيكال جدا، مش سهل اللي يفهم ازاي تخلي نفسك عاده عند الناس. طيب، خلينا ناخد كده شويه داتا ذات ماتر في حته الريتنشن. فهتلاقي مثلا ان فكره الديلي اكتيف يوزر ده ماتريك مهم جدا، مانثلي اكتيف يوزرز ده مهم جدا جدا. طيب، التشيرن ريت ده انديكيتور مهم، ان انت لازم تحافظ على التشيرن ريت بتاعك قليل مش عالي. طيب، والكوهورت اناليسيز ان انت تجيب مثلا مجموعه من الناس على فتره زمنيه معينه وتقيس البيهيفير بتاع الناس دي او تعمل كوهورت اناليسيس على الناس دي. طيب، اللي انا عايز اقوله ان انت لو الديلي اكتيف يوزر بتاعك حصل فيه مشكله او بقى قليل، فانت عندك مشكله في الجروس ماشين. ولو عندك التشيرن بتاعك بيزيد فاكيد في حاجه، في مشكله عندك في الريتنشن، فالريتنشن عندك بيقع. والكوهورت اناليسيز بيقول لك ان انت ماشي صح ولا ماشي غلط. يعني هو انديكيتور كده بيقول لك والله المجموعه من الناس دي اللي ماشيه في البرودكت بتاعك، فاكرين المثال بتاع السباك والمواسير؟ هو الناس ماشيه في المواسير تمام ومفيش حد بيقع منها، وان هم بياخدوا الفاليو من اول ما بيجوا من المحبس لحد الحنفيه، ولا في مشكله في النص؟ هو الكوهورت اناليسيز بيوضح لك ده. فهي دي ماتريكس ذات ماتر او داتا ذات ماتر في الحته بتاعه الريتنشن، لو انت بتفكر انت عايز تقيس الريتنشن ازاي في المجال عندك. طيب، طبعا من ضمن الحاجات اللي بتحسن الريتنشن او لو انت بتتكلم عن الريتنشن عشان تجيب ناس مره ثانيه، ان انت تحط ايميل نوتيفيكيشن، ان انت تبعت نوتيفيكيشن لو انت عندك اب، سيلبريشنز لو انت عايز تحتفل بستريك معين زي فكره ديولينجو اللي احنا عملناها من شويه. وطبعا لو انت عايز تزود عليها ممكن تزود عليها مثلا ريتارجتنج كامبين لو انت عندك اوفر، لو ريتارجتنج كامبين لو انت عندك ابديت جديد معين جوه الابلكيشن. كل ده بيحسن موضوع الريتنشن. الناس تفتكرك زي ما قال زهران من شويه ان هو فكره لما كان شغال سيلز كامبين وبعد كده السيلز كامبين الكاك بتاعها عالي، فهو عمل ايه؟ التويكس اللي هو عمله راح قال لك خلاص مش هنطلع بسيلز كامبين لان هي الكوست بتاعها عالي، هنطلع بريتش كامبين علشان الوصول ده هيبقى بالنسبه لي ارخص، هيبقى سنتات بدل ما يبقى بالدولار هيبقى بالسنت، وانا مش محتاج غير ان هو الراجل عارفني بس انا هفكره بيا علشان يخش يشتري مره ثانيه او يروح يشتري البرودكت بتاعي مره ثانيه. فدي مثلا حاجه عبقريه جدا في حته الريتنشن. فكره انت مش محتاج تروح تخترع
حاجه، وممكن الراجل يكون قافل النوتيفيكيشن فعلا، فانت مش محتاج غير تريجر معين يفكر الراجل بيك، فانت مش محتاج تعمل سيلز كامبين اللي هي التقليديه اللي كنا واخدين عليها احنا عندنا ابلكيشن بيبيع حاجه فلازم نعمل سيلز كامبين. لا خالص، انت ممكن تعمل ريتش، ان تظهر 3 مرات للراجل فيفتكرك، تعمل امبريشنز تحرق الحته دي عشان انت خلاص عملت الجوب الصعبه في الاول والراجل عنده اكونت عندك. الفكره بقى دلوقتي ان هو يفتكرك، ان انت تبقى على الرادار بتاعه زي ما بيقولوا. طيب الشابتر الاخير والخامس الا وهو المونتايزيشن واللوبس. فكره ان انت بقى تعمل فلوس، انت خلاص بنيت كل اللي فات ده، فانت محتاج دلوقتي ان انت تحول الانجيجد يوزر اللي عندك جوه الابلكيشن بتاعك لحاجه من اتنين، زي ما قلت من شويه هي ريفينيو، وريفينيو حاجه ثانيه ادفوكيت. ادفوكيت دي بمعنى ان الراجل مش مجرد ان هو بيستخدمك وبس، ده بيستخدمك ومبسوط كفايه ان هو يرشحك لحد تاني، فيقول لحد خلي بالك. يعني دي بمناسبه من حته الادفوكيت اللي انا فعلا شايفها عبقريه جدا في نوشن. فانا شايف انا نوشن انا بستخدم جبته مره بيد، وبعد كده حسيت ان انا مش بستخدم كل حاجه في البيد فرحت للفري. بس انا فري النهارده، انا كل الفايلات بتاعتي اللي ببعتها وبعملها شير للناس بعملها على نوشن. فالنهارده انا بقيت ادفوكيت. النهارده لما حد يعني انا النهارده مثلا لو هبعت لكم حاجه او هتلاقوا حاجات على الاكسس اللي هديه لكم كلها نوشن. فنوشن دي معناها ان انت لما تشوف نوشن انت تعمل بالتالي اكونت على نوشن، فده خلاص انا بقيت ادفوكيت للحته دي. فهي دي ان انا لو نوشن ما خدتش مني انا فلوس، فهي هتاخد مني فكره ريفيرال او ان انا بقيت ادفوكيت. فبالتالي هي كل واحد منكم في احتمال ان هو يجيب حد تاني، يا اما هو نفسه يدفع، هي خلاص اللوب اتبنت، فهو مش محتاج حاجه ثانيه. والفكره كمان اللطيفه جدا ان الناس لازم تعرفها وممكن ما تكونش واضحه لاغلب الناس، فكره ان المونيتايزيشن مش بيحصل بعد الاكوزيشن. هو المونيتايزيشن حرفيا الحقيقي اللي بيكمل ويبقى هيلثي بيحصل بعد الريتنشن. لان انت لو عملت قبل كده في الاكوزيشن وعملت المونيتايزيشن فانت كده بتعملها بدري جدا، فده ما بيبقاش حقيقي. يعني فكره ان انت ان الناس ممكن تتشرن منك او تباونس، فكره ان هو مش شايف القيمه اصلا لو انت طلبت منه فلوس بدري. وممكن كمان لو انت اتاخرت عليه في ان انت تطلب فلوس فانت كده بتسيب فلوس على الترابيزه زي ما بيقولوا. فهي الفكره او النصاحه ان انت خلاص مذاكر البرودكت بتاعك، فاهم الراجل امتى خلاص هو ما يقدرش يستغنى عنك فيدفع فلوس فيروح يشتري وتقدر تمونتايز منه. لو ادينا مثال مثلا في 3 امثله عندنا، مثلا فعندنا سبسكريبشن موديل، فالراجل ده الاكزامبل مثلا عندنا سلاك، فسلاك بياخد $9 للشخص في الشهر. فهو الراجل ده اللطيف فيها ان هو بريدكتبل ريفينيو، هو يقدر يتوقع يكسب كام من كام يوزر والكلام ده كله. بس طبعا علشان تحقق ده فسلاك هو مدي للناس فري يوسج، فريكواير سترونج ريتنشن. لازم تحافظ على تبني عاده وان الراجل يرشحك والراجل يبقى موجود ويكتب كل رسائله فيها عشان تضمن الراجل ده يجي لك يفضل موجود عندك، فيوصل للحته بتاعت ان هو فعلا يحتاج ان هو يابجريد، علشان زي ما هنعرف دلوقتي هم حركه كده عاملينها بصياعه. طيب عندك كمان موديل زي موديل الفريميوم، انت الراجل ده بيديك فري بيزك، انت بتاخد فري بيزك عادي، وبعد كده انت بتعمل بريميوم وبعد كده يعني هديكم مثال، مثلا ديولينجو انت بتاخد البرو بتاعك انليمتد، بس انت لو عايز تاخد فري فانت بتاخده فري، بس انت لازم حرفيا هو لازم بيموتيفيتك ان انت تروح ناحيه الكونفرجن، ان انت تدفع ليه؟ لان انت بتكوست عليه كوست طول ما انت بتستخدمه فري، فهو بيبوش على الفكره ان انت لازم 5% كونفرجن ريت يحصل جوه الابلكيشن علشان يقدر يمونتايز منك. بس هو ايزي تو كونفرت طبعا. انا بالمناسبه انا ديولينجو انا عملت ابجريد فيه في مره لان هو استفزني في فكره ان انا مش هقعد عليه 5 دقائق، انا خلاص بقى عاده ان انا افتح اتعلم. ودي بالمناسبه لما كنت بسافر مثلا حاجات وكنت عايز اتعلم لغات ومش عارف ايه وبتاع، فكنت بدخل عليه وقلت لا طب ما اجيب البرو بتاعه علشان اشوف الدنيا. فهو لطيف جدا ان هو بقى هو عاده عندك فتقدر تابجريد بسهوله او تحس بالابجريد بتاعه بسهوله.
طيب واخيرا الماركت بليس، فكره ان انت بتاخد برسنتج من ترانزاكشن زي مثلا اير بي ام بي بياخدوا 12%، فهو الميزه بتاعته ان هو السكيل بتاعه مع اليوسج كل ما الناس بتستخدمه اكتر كل ما هو بيكسب اكتر. طيب المشكله بتاعت اير بي ام بي ان هو بيحتاج تو سايد جروث، ان هو محتاج دايما ناس عندها شقق او حاجات يعرضوها، والناحيه الثانيه محتاج ناس تطلب الشقق دي علشان يقعدوا فيها، فهو دايما عنده النيد والسبلاي او الديماند والسبلاي، دايما عنده النيد للاثنين مع بعض ان هو يدخلهم علشان يبقى عنده هذا الجروث او الماشين بتاعته تبقى هيلثي. ولو شفنا مثلا القصه بتاعت سلاك، عشان سلاك بالنسبه لي زي ما قلت لكم مشرحها جدا، فهتلاقي مثلا سلاك الانيوال ريكيرنج ريفينيو بتاعه مليون دولار كانت في 2015. التشالنج بتاعه ان هو ازاي يمونيتايز من غير ما يخسر الجروس اللي هو بيعمله، فعمل استراتيجي واكيد كلنا عارفين الحته دي، الناس بتستخدم سلاك هتلاقي الاستراتيجي بتاعت سلاك بيعمل ايه؟ بيديك حاجه اسمها فريميوم، ان انت فري فور ايفر، خد يا باشا الاكونت بتاعك زي ما انت عايز، بس انت عندك مسج هيستوري ليميت، انت مش هتقدر ترفع عدد كبير من الفايلات، عندك هيستوري معين ما تقدرش تعديه، لو عديته خلاص الرسائل بتروح عليك، فانت هو كلير ابجريد باث، انت راجل خلاص حاططك على الباص يا باشا، عايز البريميوم اللي انت ما تمسحش حاجه، ادفع وخش وكمل، خلاص مش عايز كمل زي ما انت. طبعا دي من ضمن الحاجات العبقريه جدا اللي عايز اوضح فيها فكره ان انت ما تحاولش تمونتايز تو ايرلي، لا انت تحاول تبني تراست وفاليو فيرست علشان تحسس الناس ان هي ما يقدرش يستغنى عنك ويرشحك لحد تاني، او ان هو نفسه يدفع فلوس، ريفينيو اور ادفوكيت، علشان ما ننساش النقطه دي، هي الناس بالنسبه لك مش فلوس بس ومش بالنسبه لك ادفوكيت بس، لا ده هم معادله بين الاثنين. طيب لما نيجي نتكلم كده على الفلاي ويل بتاعتنا او اللوبس اللي احنا بنتكلم عليها وان الشابترز كونكتد، فهتلاقي ان الشابترز حرفيا هم كل واحده بتغذي اللي بعديها. هو ما ينفعش حرفيا لو اتكلمنا، هو ما ينفعش تقول انا هكواير بس، او انا هشتغل على الاكتيفيشن واحسن البرودكت بتاعي، او ان انا هعمل ريتنشن او هظبط حته الريتين واللي دخل خلاص احافظ عليه وبتاع. هي مكنه بتغذي كل شابتر او كل فيز بتغذي اللي بعدها. فانت عندك الاويرنس بيغذي الاكوزيشن بيغذي الاكتيفيشن بيغذي الريتنشن بيغذي المونتايزيشن فبيريفير، فبيبدا تاني الستيجز بتاعتك او اللوب بتاعتك من الاول. وهي دي بالمناسبه يعني برضو دي ان شاء الله هنتكلم عليها بكره، فكره الفلاي ويل وفكره اللوبس اللي بيتكلم عنها براين بيلفور مثلا. براين بيلفور بتاع ريفورج، يعني اول مره اسمع فكره الجروس لوبس كانت سمعتها عن طريق براين بيلفور في جروس في ريفورج، فده من ضمن الحاجات العبقريه جدا ان شاء الله نتكلم عنها في الاكسكيوشن بكره ان شاء الله. طيب فالفكره بقى في ان العبقريه في الماشين بتاعتك ان انت الشابترز كونكتد، فما ينفعش حاجه منهم تتكسر، واي كسره زي بالظبط اعتبرها المواسير بتاعت السباكه عندك في الحمام. الفكره في ايه؟ ان هي لو حاجه كسرت، هي المكنه السيستم كله فيه خلل، انت لازم تقفل المحبس بقى خلاص. حتى ايفن لو كل الحنفيات الثانيه شغاله، ما هو في تسريب، فالتسريب ده بيأثر على كل النظام او كل السيستم بتاعك. فانت مثلا لو عندك باد اكوزيشن فانت مش هيجي لك ناس كتيره تخش، لو عندك بور اكتيفيشن فانت يوزر كويت باي داي 1، الناس مش هتكمل هتشيرن عندك. ما عندكش ريتنشن فالناس مش هتجي لك مره ثانيه، عندك المونتايزيشن غلط فالناس بتمشي قبل ما تدفع او ما بتكملش عمليه الدفع بتاعتك. ما فيش فايرال لوب يبقى الجروس بتاعك او الجروس ماشين بتاعتك وقفت او ما فيهاش وفيها مشكله. فهي زي ما قلت لكم ان كل خطوه من الجروس بتاعتك او الجروس ماشين بتاعتك هي كل خطوه بتغذي اللي بعديها، هي حرفيا هي مكنه او هي زي موتور العربيه اللي هو كل جزء فيه او كل بارت بيكمل البارت الثاني. ما ينفعش نشيل بارت ونقول العربيه تشتغل او المكنه تشتغل، هي كلها كونكتد ببعضها. طيب زي ما قلنا دلوقتي برضو خلينا نريكاب ونطلع الكي انسايت من اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا عن الفايف شابترز، فكلمنا عن الاويرنس ان انت تكون موجود
تختار ماكس 2 شانلز لو انت عايز تبدا. اكوزيشن ان انت تترن الاويرنس انتو ساين ابس، ان انت تحول الناس اللي جبتهم دول لناس بتساين اب. اكتيفيشن الناس تحس بالفاليو بتاعتك على طول، فتاخد الفكره توصل لفكره الاها مومنت. وبعد كده الريتنشن ان انت تحاول تبني الهابت لوب اللي تخلي انت موجود على رادار الناس دي في الديلي يوز، الراجل ده بيستخدمك كل يوم او بيفتكرك كل يوم. ومونيتايزيشن ان انت تحاول تعمل فلوس او الناس دي تشرشحك لحد تاني فتبقى تجو فايرل. فهي دي حرفيا النورث ستار بتاعتك، هي بتتحرك خلال 5 شابتر. ما ينفعش اقول ان انا حاجه واحده، لا، ده عندك الاكوزيشن بيغذي الاكتيفيشن، اكتيفيشن بيغذي الريتنشن، الريتنشن بيغذي المونتايزيشن. فهي زي ما شفتوا هي ما ينفعش حاجه واحده. ما ينفعش حد يقول لي تعالى نعمل جروس اشتغل بيرفورمانس. انا ده مش منطقي. ما هو البرفورمانس ده ممكن يخيشك، البرفورمانس ده ممكن يلود على الاوبريشنز بتاعتك او حاجه، فانت تقع بشكل او باخر. فهي مكنه، هي مكنه لازم دايما ناس بتخش، ودايما ناس بتطلع فلوس او بتطلع ناس تانية عشان تخش من اول وجديد. طيب زي ما قلت لكم سلاك بالنسبه لي هو موديل قوي جدا في ان احنا نشرح عليه. فخلونا دلوقتي نشرح الكانفاس بتاع الجروس ماشين بتاع السلاك عامل ازاي. طيب لو احنا شفنا سلاك شغال ازاي، فنلاقي ان سلاك او الجروس ماشين بتاع سلاك عامله ازاي. تبتدي عندك باكوزيشن. اكوزيشن فهي النتورك افكت، الناس التيم ميتس ان هو يرشح، الراجل بيكتشف البتاع فعايز يتكلم مع حد تاني فيروح ينفايت زميله فيدخله معاه. او دايركت سيل ان الشركه انتربرايز بتخش تشتري بتاع. فهو حرفيا اكوزيشن استراتيجيز عند سلاك هم حاجتين، يا اما بيعمل اعلانات للانتربرايز ان هو لا احنا افضل من اي ار بي سيستم عندك، احنا اسهل، احنا اسرع، احنا الكلام ده كله والناس بتحبه وموجود على الموبايل. فبيبيعوا بيعه انتربرايز او بيبيعوا بيعه التيم ميت، اللي هو فكره انا بستخدمه فانا عايز اصحابي كلهم او زمايلي اللي في الشغل يستخدموه فانا هدخل الناس دي. فدي الاكوزيشن استراتيجي اللي بيشتغل عليها. طيب بعد ما بيدخل الناس في الاكوزيشن بيعمل ايه؟ بيأكتيفيت الناس دي ازاي؟ ان هو بيعتبر ان الناس تبعت الرسائل لبعضها. فاول ما الناس تبعت لبعضها، وبالمناسبه هو انا في حاجه برضو قريتها كده من ضمن الانسايتس بس ما كتبتهاش لاني مش متاكد منها. هو بيقول ان الاها مومنت بتتحقق امتى؟ لما الشخص بيبعت، او التيم اللي هو واخد اكونت عنده من 5-6 يوزرز بيبعتوا 2000 رساله. اول ما توصل ل 2000 رساله فالناس دي مش هتقدر تستغنى عني، او هي خلاص بنينا الهابت لوب بتاعتنا. انا مش عارف المعلومه دي حقيقه ولا لا، او هي دي مظبوطه ولا لا، بس انا قريتها بس قلت اقولها لكم للامانه العلميه لو حد عايز يتاكد منها. تمام. فهم بيقولوا ان الهابت لوب بتاعتنا او اللوب بتاعتنا بتتبني امتى كهابت؟ لما التيم بيبعت 2000 رساله. اول ما تيم معين يبعت 2000 رساله لبعض خلاص احنا كده الهابت اتبنت او اللوب بتاعتنا اتبنت. طيب وبعد كده عنده ريتنشن ان هو عامل بقى تشانلز جوه، فالتشانلز دي مثلا حاجه للجروس، حاجه للليجل، حاجه مش عارف ايه. فالحته التشانلز دي لطيفه جدا، فبيخصص حاجات جوه التيمز برضو كانك جايب الاورجانيزيشن تشارت بتاعك من الشركه حاطه جوه سلاك، فانت بتحب ان انت تشتغل عليه كل يوم كديلي وورك، مش محتاج ان انت تروح للناس تقعد معاهم ميتنجز وبتاع. لا انت مجرد ما تخش ولو عايز ميتنجز فتلاقي كولز موجوده جوه الكلام ده هو. وكمان عامل لك انتجريشن مع درايف ومع حاجات كتيره، فانت خلاص انت كل الكوميونيكيشن هاب كلوج وككوميونيكيشن وكل حاجه موجوده جوه، فانت مش محتاج تطلع براه. فدي نقطه برده قويه جدا. والمونتايزيشن هو عنده فريميوم ان هو بيديك مسج ليميت معين، ولو عايز تابجريد يا باشا واضحه وصريحه، خش ادفع $9 وخد الاكونت بتاعك واشتغل. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا ان هو الموضوع كومباوندد، يعني هو الراجل فاهم الاند او الستارت وفاهم الاند، فاهم الانبوت فاهم الاوتبوت. فهو الموضوع مش محتاج، يعني هو مش اختراع، هو في الاخر هو عمل مابنج اوت لليوزر جيرني، فهم الراجل ده كعقليه مين هو الراجل اصلا ومشكلته ايه. زي ما قلنا النورث ستار، هو حدد النورث ستار مظبوطه عنده.
لو احنا شفنا كده كمان الكانفاس بتاع الجروث بتاعه، هتلاقوا ان هو محدد ان التيم البيزنس تيم كوميونيكيشن بلاتفورم، هو محدد هو بيعمل ايه. الكاستمر بتاعه هم التيمز مش انديفيدوال، هو مش منطقي ان حد يتكلم نفسه. بس بالمناسبه في ناس عندها توحد ممكن تستخدمه، اللي هو بيحط اللوج بتاعه وبيحط حاجات عنده. والبروبلم بتاعه ان هو بيحط التولز سكاتد وانفو كيس، اللي هو بيحل مشكله المشاكل الكتيره بتاعت التولز الكتيره والفوضى بتاعت المعلومات اللي موجوده في مكان. النورث ستار بتاعه واضح، ديلي اكتيف يوزرز. التشانلز اللي بيشتغل عليها في الاكوزيشن وورد اوف ماوث كوست زيرو، ان هي ناس بترشح بعضيها. التشانل الاثنين هو بيعمل بيد ادز على جوجل عشان حته الانتربرايز، او حته كمان لو جاب تيم صغير ولا حاجه في السكه يبقى تمام. الاستراتيجي بتاعته فري فور ايفر بيلد تراست فيرست، هو ببساطه شديده في الاكوزيشن. عشان كده الاكوزيشن بتاعه شغال سموث، يعني هو ما فيهوش بلوكس، ما فيهوش بوتن، ما بيعطلش. ليه؟ هو عارف رسالته عامله ازاي. طيب لو رحنا للاكتيفيشن، هنلاقي في الاكتيفيشن الاها مومنت بتاعته ان سند الفيرست مسج تو تيم ممبر، وبعد كده تحس بالاها بتاعته بعد 60 ثانيه على طول. انت عارف ان انت بتكريت التشانل من هنا، بتبعت رساله من هنا، بتاتش من هنا، خلصت. طيب طبعا حاطط الاكتيفيشن بتاعه ان الاكتيفيشن ريت بتاعه تقريبا 85% في اول يوم. فكره ان الناس لا قاعد فتره كبيره على الابلكيشن، والناس اللي سجلت امبارح تبقى موجوده اول يوم عليه. فده برضو من ضمن الاكتيفيشن استراتيجي او اكتيفيشن تارجتس هو حاططها. وريتنشن الديلي سلاك نوتيفيكيشن بالتريجر بتاعها، ان هو تعالى ده في حد بعت لك رساله، تعالى شوف الكلام ده. البيهيفير بتاعهم ايه؟ تشيك مسجز، ان هي تقريبا انت بتخش تشوف مرتين ل3 مرات، ده الافرج بتاعهم يوميا، عشان تشوف الرسائل الجديده اللي اتبعتت. فالريورد بتاعتها ان انت، وزي ما قلت لكم هي هابت لوب، فهو الريورد بتاعت الحته دي بتاعت النوتيفيكيشن، خش تشوف التيم ميت بعت لك ايه، كتب ايه، زود حاجه، ما كتبش حاجه، الكلام ده كله. طبعا الميتريكس بتاعتها ان هو في 7 ايام 60%، 30 يوم 45%، 90 يوم 35%. فكره الريتنشن اقرا ازاي الكوهورت بتاع الريتنشن في الحته دي. طيب واخيرا المونتايزيشن زي ما قلنا، الفريميوم موديل اللي هو فري بيزك بيد برو، ان انت تدفع $9 تاخد البتاع. التارجت افريج ريفينيو بير يوزر بتاعهم من 8 ل 10، اللي هو الشخص بيدفع في الشهر تقريبا $9، اللي هم اللي احنا قايلين عليهم من شويه. لو شفنا الكنفس بتاعهم كده، النتيجه بتاعته كانت عامله ازاي. جروس ماشين 2013 فاوندد بعد ما استقال ستيوارت بالابلكيشن بره جلitch، كان الريفينيو بتاعه زيرو. في 2015 الانوال ريكيرنج ريفينيو بتاعه كان $1,000,000، وكان عنده 100,000 يوزر. 2019 $140 مليون ب 500,000 تيم، او تيمز، 500,000 تيمز. او 2024 $1,000,000 انوال ريكيرنج ريفينيو، زائد 2 مليون بلس ديلي اكتيف يوزرز. فاللي انا عايز اقوله ان هو الموضوع مش مجرد كامبين اتعملت او ماشين اتعملت، لا، هو الراجل بنى سيستم كامل، وبيغذي السيستم ده من بدايته لاخره. فهو ما كانش مستعجل على مونتايزيشن، بيلد الهابتس للناس، ان هو حافظ على ديلي اكتيف يوزر، ده النورث ستار بتاعه. النتيجه بتاعته ان هو الريشيو من ال تي في لايف تايم فاليو للكاك تقريبا 20 ل1. كل $1 كاك بيجي له قدامه $20 كال تي في، which is دي حاجه كبيره جدا. فتلاقي النهارده في 2025 $2 مليار ريفينيو، 750 الف تيم شغاله عليه، وبنى الكومباوند كومباوند افكت او كومباوند لوب زي ما بنقول. وكنا بنتكلم على فكره الماشين بشكل او باخر. النهارده كده انا بس هقول اللي احنا قلناه ببساطه شديده. احنا اتكلمنا عن الجروس ان هو سيستم، مش بالحظ. اتكلمنا عن النورث ستار، وان هو مترك ذات ماتر حقيقي، مش مجرد مش درايفر ولا ريزر، لا، ده هو كان ليدنج انديكيتور. اتكلمنا عن الجيرني بتاعت الجروس، واتكلمنا عن الفايف شابترز من اول اويرنس لغايه المونتايزيشن، وطلعنا مثال لسلاك ماشين، وشفنا ازاي هم بنوا الماشين بتاعتهم.
والحاجه اللي انا طالع يعني اتمنى ان احنا نكون عرفناها النهارده، ان الجروس ده مش حاجه مش حاجه بالحظ ولا هو سحر، هو في الاخر حاجه متوقعه. انت عملت سيستم متوقع يطلع منه قد ايه، النورث ستار بتاعتك ازاي تكبرها وازاي تحس باهميتها وان هي حاجه مهمه جدا، واي حاجه تانية تعتبر سكندري مش حاجه. وان كل يوزر من اليوزرز، ما فيش يوزر بيخش من النص، هو يوزر بيخش من الاول للاخر. افتكر دايما النظريه بتاعت المحبس والنظريه بتاعت الحنفيه، هو انت عندك فلو معين بيحصل، فالفلو ده لو انت مذاكره وحافظه فانت هتعرف تحرك الناس جواه، مش حافظه مش مذاكره فانت ما فيش اي حاجه هتحصل في الماشين لو انت عايز تبني ماشين. اتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، هي السيشن معلش هي تقيله شويه، بس هي مفيده جدا. زي ما قلت لكم هي متسجله، كل الايميلات اللي سجلت على جروس او اس. خليني حتى كمان نجو ثرو سريعا كده. احنا عندنا الويب سايت بتاعنا، لو انت شفته الويب سايت بتاعنا فيه كده زرار اسمه لوجن اند ساين اب. اعتقد الناس كلها مسجله، لو انت مش مسجل هتسجل وانا هستخدم ايميلك اللي انت مسجل بيه وهديك ابروفال عليه. بعد ما بتسجل بسهوله انت بتشوف اللي انت هتشوفه حالا عباره عن بورتال فيها كل الاكسس بتاعه الجروس ماشين، وجواها لينك اسمه اكسس، تقدر تشوف كل حاجه من اول الكتب للنوشن للكلام ده كله. وكمان هزود عليها برزنتيشن، هي برضو انا اقدر اديت على الكلام ده وازود لكم عليها النوشنز زي مثلا جرو اكس موديل اللي زهران نتكلم عليه، هزود لكم برزنتيشنز، هرفع لكم كمان عليه الفيديو علشان ترجعوه وترجعوا له مره ثانيه وتتفرجوا عليه. وهيبقى كمان فيها ان شاء الله كوميونيكيشن بشكل او باخر عشان نقدر نتواصل مع بعض بشكل اكتر.